النهاردة جايبه لكم قصة جديدة، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. ويلا نبدأ القصة. بتبدأ القصة مع بنت في عمر 18 سنة وهي اسمها جوفليان، وكان باباها بيشدها من ايديها غصب عنها وهي بتتوسل ليه وبتقول له انها بريئة، بس هو ما بصلهاش حتى ولا قال كلمة واحدة، وبياخدها لغاية القصر. وفي القصر كان في صوت صريخ بأن الأميرة اتقتلت بالسم، وبيظهر شاب وهو اسمه مايكل وهو كان ماسك جثة الأميرة وبيصرخ على جوفليان وبيتهمها بأنها سممت الأميرة، وهي كانت مصدومة من اللي قاله وقالت له إنها ما عملتش كده، بس هو ما صدقهاش واتهمها إنها عملت كده لأنه سابها وفضل عليها الأميرة. وفعلا كان في إشاعات كتير والناس كلهم كانوا بيتكلموا عنها بأن مايكل لما تجاهلها هي ما قدرتش تتخطى فكرة انفصالها عنه، وبدأت إنها تضايق أي واحدة بتحاول تقرب منه. وبالرغم من إن كل الكلام ده كان صحيح، بس هي فعلا ما حاولتش تقتل الأميرة مع إنها كرهتها لأنها سرقت مايكل منها. غضب الإمبراطور جدا وأمر بحبس جوفليان. جوفليان راحت لباباها وسألته إذا كان بيثق فيها، بس هو اتجنب إن هو يلمسها حتى، وبدل ما يساعدها وينكر عنها التهم اقترح على الإمبراطور إنه يحبسها في زنزانة الظل، وهي زنزانة مش بيشتغل فيها ولا سحر ولا قوة السيف. في الزنزانة دي اللي بيدخلها ما بيخرجش منها تاني أبدا. اقتراحه ده خلى جوفليان تتأكد إن باباها اتخلى عنها، وافتكرت لما كانت طفلة وكانت كل ما تحاول إنها تتكلم معاه هو كان بيرفضها وما كانش بيديها وقت أبدا، وحست إنه مش بيحبها. باباها قبل ما بيمشي ادالها خنجر وقال لها إنها تستخدمه، فاحتارت وفهمت إن هو بيقول لها اقتلي نفسك. بعدها باباها مشى وسابها لوحدها. جوفليان فضلت في الزنزانة وهي كانت خايفة ومرعوبة وبتبكي على سوء حظها. بعد شوية وقت سمعت صوت حد، وكان ولي العهد وكان معروف عنه إنه ظالم وسمعته كانت سيئة ومنتشرة في الإمبراطورية كلها، وكان بيستجوب سجين وبدأ إن هو يعذبه، بس في حارس حاول إن هو يمنعه ويحمي السجين، فهو قال له إن المجرمين مش بيقولوا الحقيقة غير لما بيتعذبوا ويقربوا من الموت. جوفليان لما سمعت كده خافت أكتر، فأخدت الخنجر اللي عطاهولها باباها وضربت بيه نفسها لغاية ما ماتت. ولي العهد حاول إن هو يوقفها بس بيكون الوقت فات، وبيقول إنه كان جاي علشان يخرجها من الزنزانة، وبكده بتكون الرواية الأصلية انتهت. بعد كده جوفليان بتظهر بمظهر تاني وهي بتشرب الشاي ومستنية حد، وبنعرف إنها اتولدت من جديد بوقت يسبق الوقت اللي حصلت فيه الحادثة دي، واتولدت مكان بنت عادية كانت بتدور على شغل وماتت في حادثة. وبنرجع تاني للأحداث وهي كانت مستنية مايكل علشان تطلب منه الانفصال لأنها كانت عاوزة تغير نهاية الرواية الأصلية. ولما قالت لمايكل كده مايكل ما كانش مصدقها وما كانش مصدق أصلا إنها عاوزة تنفصل عنه، وكان طبيعي إنه ما يصدقهاش لأنها في حياتها الأولى كانت شريرة جدا وبتضايق أي واحدة بتحاول إنها تقرب منه، واللي كانت بتحبه جدا لأنه كان أول واحد بيتعامل معاها بلطف لما كانت وحيدة وكان باباها مأهملها، ومع الوقت بقت مهووسة بيه أكتر وأكتر. بس دلوقتي هي جادة جدا بخصوص الانفصال عنه ومستعدة إن هو يبعد عنها علشان تتجنب موتها زي ما حصل في القصة. مايكل بيتضايق جدا من قرار جوفليان وقال لها إنه مش عاوز يشوفها قدامه مرة تانية، بس هي رد فعلها كان غير متوقع، وإنها ابتسمت له واعتذرت له عن كل اللي هي عملته معاه واتمنت له حياة سعيدة. هو استغرب جدا رد فعلها ده، وبالرغم من إنها كانت دايما بتسبب له الإحراج بس هو كان متضايق وما كانش عارف سبب مضايقته. بعد كده جوفليان بتوصل لقصر باباها الدوج ليجس، وهو قائد السيف الوحيد للإمبراطورية. ولما بتوصل وكانت طالعة لأوضتها علشان ترتاح بتقابل باباها على السلم، فبتسلم عليه وهي مبتسمة، بس في بالها كانت بتفكر في إنه مش بيحبها، وهو كالعادة كان بيبصلها من غير ولا كلمة، فحست بالإحراج واستأذنت علشان تمشي وبدأت تطلع السلم، فوقفها باباها وسألها ليه جيتي بدري النهاردة. فبتفكر مع نفسها إن كان الطبيعي في يومها إنها كانت بتقضي طول النهار بتطارد مايكل، فضحكت على اللي كانت بتعمله وقالت له إنها انفصلت عن مايكل. ليجاس اتصدم من الخبر وسألها عن السبب، فجاوبته وهي مترددة بإنها مش عاوزة تقضي باقي حياتها مع حد مش بيحبها. هو بيبصلها جامد وكأنه مش مصدق اللي هي بتقوله، فتشجعت أكتر وقالت له إنها عاوزة تتجوز واحد يكون بيحبها، فتفاجئ بإجابتها دي وسابها ومشى. وهي قررت إنها تكون هادية جدا على قد ما تقدر علشان ما تزعجهوش. ليلتها الخدامة خبطت على بابها علشان تقولها إن الحمام جاهز، بس اتفاجئت بيها وهي بتبكي، فاتصدمت وسألتها إذا كانت بخير، بس هي ما قدرتش تحبس دموعها وانفجرت في البكا. وكان الموقف محرج جدا بالنسبة لها وما كانش ينفع إنها تقول لها الحقيقة،
وقالت لها إنها تعبانة وإنها هتستحمى وقت تاني. بتخرج الخدامة من أوضة جوفيليان وكانت بتكلم نفسها بحزن وقالت إنها كانت بتبكي. في نفس الوقت ده ليجس كان في طريقه لأوضته فسمعها بالصدفة وسألها عن اللي هي كانت بتقوله وطلب منها إنها تقوله كل حاجة هي شافتها. تاني يوم جوفيليان بتصحى من نومها وبتكون الشمس مشرقة فبتحس إن هو هيكون يوم جيد. فجأة باب أوضتها بيتفتح وبتقولها الخدامة إن باباها عاوزها علشان تفطر معاه، فبتستغرب جدا لأنه في العادة مش بياكل معاها أبدا، وبتنزل فعلا تفطر معاه. جوفيليان الوضع بالنسبة لها بيبقى محرج جدا لأن الدوق كان بيبصلها جامد لدرجة إنها ما كانتش قادرة إنها تبلع الأكل، وهو كان عمال بيزود لها الأكل في طبقها. ومن الواضح إن موقفه اتغير بسبب الخدامة واللي قالته له عن بكائها في الليلة اللي قبليها. ليجس بيقرر إن هو يكسر حاجز الصمت بينهم وبيسألها إيه المواصفات اللي أنت عاوزاها في زوج المستقبل. جوفيليان اتفاجئت بسؤاله وسألته عن سبب السؤال ده، فجاوبها بإن هو عنده فضول مش أكتر، بس هي بناء على معرفتها بيه وباللي عمله معاها قبل كده بتقلق لأنه أكيد هيحاول يلاقي لها زوج تاني علشان يكون خليفته. فبتقرر تصعب عليه شروطها في الراجل اللي هي هتختاره، وبتقوله إنها عاوزاه يكون شخص أقوى منه، وطبعا مفيش حد أقوى منه، وده معناه إنها مش عاوزة تتجوز أبدا. ليجس بيبصلها جامد فبتتردد من إجابتها وبتشك اللحظة في إجابتها، بس بتطمن بعد كده لما بتلاقيه هيسألها سؤال تاني، بس هو ما كانش سؤال، هو كان طلب، وطلب منها إنها تخرج معاه في نزهة. وطبعا كان طلب صادم بالنسبة لها لأنها ما خرجتش معاه في نزهة قبل كده طول حياتها اللي هي 18 سنة. جوفيليان بتخرج مع باباها، وأول ما بيوصلوا للسوق التجار كانوا بيروجوا لبضايعهم، والدوق بدأ إن هو يشتري لها كل حاجة عينيها بتيجي عليها، فاحتارت من اللي بيعمله ده. بعدها في فارسة جت علشان تتكلم معاه وهي كانت مستنياه، الناس كانوا بيبصوا لها جامد، فحست إنها مش مرتاحة وقررت تدخل لمحل، واختارت محل بشكل عشوائي وما كانتش تعرف إنه محل بيبيع الدروع. وسألها التاجر عن اللي هي عاوزة تشتريه. وقتها بيدخل من وراها راجل طويل وبيسأله عن تمن البضاعة اللي اختارها. جوفيليان بصت للراجل ده وأعجبت بوسامته جدا، بس لما بتيجي عيونهم في عيون بعض هو بيسألها بحدة انت بتبصي على ايه؟ رد فعله ده ضايقها لأنها في البداية أعجبت بوسامته وعلشان كده كانت بتبصله، بس الطريقة اللي كلمها بيها ضايقتها، فقالت للتاجر إن اللي هو كان عاوز يشتريه أنا كمان عاوز أشتريه. التاجر استغرب من طلبها، بس هي أكدت له إنها مهتمة جدا بنفس الشيء ده وهي مصرة إنها تشتريه، وكأنها كانت بتدور على أي حجة وأي عذر عشان تخفي إحراجها. بس التاجر بيقول لها إنه عنده كمية كبيرة جدا منها في المخزن، وبيسيبهم وبيروح المخزن عشان يجيب لها من اللي هي عايزاه. وقتها الراجل الطويل ده بياخد حاجته وبيسيب عملة ذهبية وبيمشي. جوفيليان شافته وهو بيعمل كده فجريت وراه وقالت له إنك غلطان في السعر، وهمست ليه بإن العملة الذهبية دي تقدر تشتري بيها 10 قطع من ملمع الدروع اللي انت اشتريته، بس هو بيتجاهل كلامها وبيسيبها برضه وبيمشي. بعد كده جوفيليان كانت راجعة البيت مع باباها، فحست بتعب وإرهاق جامد، وكانت طالعة على السلم بس اتعثرت وكانت هتقع على الأرض، فمسكها باباها فورا وشالها لغاية العربية. هي كانت مستغرباه ومستغربة كل اللي هو بيعمله معاها من أول اليوم، وطلبت منه إن هو ينزلها على الأرض، بس هو أصر على إنه يفضل شايلها. وهو شايلها قال لها ليجس إنها لازم تلاقي حد تحبه قريب جدا، بس هي بمجرد ما سمعته بيقول الجملة دي حست بهبوط وأغمى عليها وهي بين إيديه. وقتها باباها حس بالرعب عليها وكان خايف عليها جدا لدرجة إن هو نفسه ما كانش مصدق خوفه ده. هي أغمى عليها لمدة 4 أيام كاملين، وأخيرا صحيت من نومها وكانت بتحلم بإن باباها بيبكي جنب سريرها، بس لما صحيت ما كانش موجود واتأكدت إنه كان حلم. ليجس كان بيروح لها أوضتها يطمن عليها لوقت بسيط وبعدها بيمشي، وهي لقت في أوضتها هدايا وزهور كتير، وجالها كمان رسائل كتير من كل معارفها بيطمنوا عليها، وعلشان كده هي قررت إنها ترد على الرسائل دي بنفسها علشان تصلح من سمعتها، بدل ما كان معروف عنها في الماضي بإنها شريرة. وهي دلوقتي عايزة تغير الشخصية دي وتتخلص منها للأبد. ومن الحاجات اللي هي عاوزة تعملها كمان إنها عاوزة تكون مستقلة، وعلشان كده قررت إنها تكمل دراستها وبدأت تدرس كتير. وبالرغم من إن ليجس غني وعنده فلوس كتير، بس هي ما كانتش عاوزة الفلوس دي من غير تعب. جوفيليان قررت إنها تروح للمكتبة علشان تقرأ، وبمجرد ما بيشوفها ليجس بيبدأ يسألها عن الكتاب اللي بتقرأه، سؤال ورا التاني ورا التالت،
وفضل على كده لساعات. بس أخيرا ليجاس هيوقف أسئلة لأن جاله ضيف يزوره. جوفيل حست بالراحة لأنه ما كانش مديها فرصة حتى إنها تتنفس، وطلب منها إنها تقرأ الكتاب الخاص بيه. بعد ما خلصت دراسة كانت حاسة بالإرهاق، فحطت راسها على المكتب علشان ترتاح، وفجأة لقت سلسلة مكتوب عليها اسم جوفيل، فقررت إنها ترجعها له. وهي في الطريق سمعته بيتكلم مع حد اسمه ماكس وهو طالب عنده، وفضولها خلاها تتصنت عليهم. وسمعت ليجاس بيقوله إن أوقات كتير الناس بيبقوا أقوياء بزيادة لحماية ضعفهم، فافتكرت قصتها في الماضي لما حطها ليجاس في أوضة الظل، وفهمت إن ليجاس عاوز يحمي حد يخصه. فرد عليه ماكس بغضراسة وقال له أنا لقيت فار وأكيد هقضي عليه. جوفيل ما كانتش فاهمة قصده واعتقدت إن في فار حقيقي موجود في البيت، بس ليجاس بصله بتهديد وقال له لو لمسته أنا مش هرحمك. وطبعا الكلام ده كله كان المقصود بيه جوفيل، بس هي لغاية دلوقتي مش فاهمة إن هي الفار. وبنعرف إن ماكس هو طالب عند ليجاس من وهو عنده 10 سنين من وقت وفاة والدته، وماكس شايف إن جوفيل هي نقطة ضعف ليجاس وهي هتمنعه من إنه يساعده في المستقبل. في مشهد تاني بيظهر الخادم وهو بيبلغ ليجاس بإن في رسائل كتير وصلت لجوفيل من مايكل، فبيقول له ليجاس إنك لازم تحرق أي رسالة بتوصل منه وتتأكد إنها ما تستلمش أي رسائل منه. بعدها جوفيل بتستلم دعوة من روزميري بتدعيها إنها تحضر حفلة هي عاملاها، واللي فرحت جدا برد جوفيل على رسالتها لأنها كانت دايما بتحاول إنها تكون صاحبتها، بس جوفيل كانت دايما بتتجنبها وبتبعد عنها. وبيظهر بعض البنات وهما بيتكلموا عن إن جوفيل وافقت إنها تحضر الحفلة، ومايكل كان موجود وقتها وسمعهم، فبيقرر هو كمان إنه يحضر حفلة روزميري يمكن يقدر إن هو يقابل جوفيل. جوفيل خرجت علشان تجيب هدية لروزميري، ووالدها أصر إنها تاخد معها عدد كبير من الفرسان، وهي كانت متضايقة جدا من كده. راحت جوفيل لورشة حرفية بسيطة صاحبها اسمه إيان، وراحتها لأنها كانت تعرف بإن إيان هيكون أفضل حرفي في المستقبل، وطلبت منه إنه يجهز لها شيء مميز ينفع كهدية لروزميري. في قصر فلوين ليجاس بيشوف الليستة المكتوب فيها أسماء الخاطبين لجوفيل، وبيلاقي من ضمن الأسماء دي اسم ماكسميليان، وبنعرف بعد كده إن هو نفسه ماكس، وبيقوله إنه ما ينفعش يكون من ضمن القائمة. وقبل ما يأمر الخادم بإنه يزيل اسمه بيدخل خادم تاني وبيبلغه بإنهم محتاجينه في القصر، في قصر الإمبراطور ضروري جدا. جوفيل وهي بتتجول بتشوف أزرار أكمام بتلمع وجميلة وبتتخيلها هتكون مثالية جدا لباباها، وفجأة بتشوف قدامها راديان وهو ابن عم مايكل، واللي معروف عنه إنه ملك القيل والقال، وكان بيبصلها بطريقة مريبة خصوصا لما لقاها بتشتري أزرار الكم، وطبعا بيسرح بأفكاره. في قصر الإمبراطور بيكون في محاولة قتل حصلت، فبيؤمر الإمبراطور ليجاس إنه يحقق ويقبض على الجاني، وده معناه إنه هيبقى هناك لبضع أيام لحماية الإمبراطور. وبيظهر ماكس وهو على الشجرة، وكان بيسمع ليجاس وهو بيسأل الفارس الخاص بيه عن جوفيل، وكان بيبتسم. وقتها ماكس حس بحزن كبير لأنه ما عندهوش أب يهتم بيه زي جوفيل. بعد كده بنروح لبيت مايكل، وبيكون عنده راديان اللي قرر إنه يمارس هوايته في القيل والقال، وقال له إنه شاف جوفيل وهي كانت بتشتري أزرار لراجل جديد، وطبعا هو كده حط البنزين على النار. ليلتها جوفيل فضلت مستنية باباها يرجع، بس الخدامة بلغتها بإنه مش راجع، وهي كانت عاوزة تديله القلادة اللي لقيتها وكمان علشان تديله الأزرار اللي جابتها له هدية، بس كالعادة ظنها خاب. وبالليل وهي نايمة بيظهر حد وهو بيحاول يتسلل لأوضة جوفيل، وبنلاقيه ماكس، ولسه كان هيلمسها هي صحت وقالت له إنك غلطان في الأوضة. ماكس استغرب إنها ما كانتش خايفة منه، ولما بص في عينيها لقاها جميلة قوي، وافتكر إنها نفس البنت اللي شافها في متجر الدروع. جوفيل حست بالراحة لأن ماكس هو اللي موجود معاه، لأن قبل ما تشوفه وتعرف إن هو كانت خايفة لأنها سمعت صوت واعتقدت إن في شبح هيظهر لها. بعد كده سمعوا صوت الحرس من بره بيسألوها إذا كان في حاجة عندها، بس ماكس بيحط سيفه على رقبتها علشان ما تقولش إنه موجود، فبتقول لهم إنها بخير وإنها بتقرأ. وبعد ما بيمشوا الحرس بتطلب منه إنه يحررها. جوفيل بتنسى إنه موجود وبتتاوب، بس بتحس بالإحراج بعدها وبتطلب منه إنه يمشي علشان هي عاوزة تنام.
فبيقول لها إن هو ما عندهوش بيت، فبتتضايق جدا علشانه وبتفسر الموضوع غلط، وهو إنه انطرد من بيته وجه لباباها علشان ينام عنده لأنه ما عندوش مكان تاني يروح، واللي حصل إنه اتلخبط ودخل أوضتها هي بدل ما يدخل أوضته. فقررت إنها تسمح له بإنه ينام الليلة دي في أوضتها، وادت له مخدة عشان ينام عليها، ورجعت هي لسريرها ونامت نوم عميق. ماكس بصلها وهي نايمة وكان منزعج جدا لأنه هدفه بإنه يتخلص من نقطة ضعف ليكس انهار بمجرد ما شاف عيونها الجميلة. فجأة بيحس إن هو كمان عاوز ينام وبينام فعلا جنبها. جوفيل بتشوف في حلمها إن في تنين بيطاردها وإن باباها بيحاول إن هو ينقذها منه. فجأة بتفتح عينيها وبتتصدم لما بتلاقي ماكس نايم جنبها على السرير، وماكس كان لسه نايم. هي فضلت تبصله وفضلت قلقانة وبتفكر في إيه اللي ممكن يحصل لو حد شافهم بالوضع ده. أكيد الأخبار هتنتشر في الصحف. فبتمد إيديها علشان تصحيه، بس بطريقة لا إرادية ماكس بدأ يدافع عن نفسه وزقها بعيد فوقعت على الأرض. بيقرب منها ماكس علشان يطمن إنها بخير، فبتقوله أنا افتكرتك نايم، فقال لها أنا فعلا كنت نايم. جوفيل فضلت تضحك عليه وشبهته بقطتها لما كانت صغيرة، واللي كانت دايما غضبانة وفخورة جدا بنفسها. بعدها سمعوا صوت الخدامة بتنادي، فجوفيل قالت له أنت لازم تستخبى جوه الدولاب، وقالت له علشان الخدامة ما تفهمش غلط وتفتكر إنهم قضوا ليلة مع بعض. الخدامة حاولت إنها تفتح الباب بس هو كان مقفول من جوه، وجوفيل ردت عليها بعد ما قفلت باب الدولاب وكان ماكس جواه. الخدامة سألتها إذا كان في حاجة حصلت وليه قافلة الباب، فقالت لها جوفيل لأنها كانت خايفة إن حد يدخل عليها، لكن الخدامة قالت لها إن محدش يقدر يعمل كده لأن ده قصر فلوين واللصوص كلها بتتجنبه. فبتفكر في ماكس المجنون اللي فعلا عمل كده ودخل القصر. أما ماكس كل ده كان لسه جوه الدولاب وفضل يسأل نفسه أنا ليه موافق على الوضع الغبي ده، وكان بيفكر في جوفيل بإنها غريبة جدا، وفي رد فعلها بإنها بدل ما تخاف منه كانت بتضحك. وهو جوه الدولاب بيسمع جوفيل بتعمل أصوات غريبة، وده كان هيخليه يفتح باب الدولاب، ولما بيحاول يشوف إيه اللي بيحصل بيلاقي الخدامة بتحط لها مرهم على الكدمات اللي في جسمها، واللي كانت بسبب إنه زقها على الأرض، وبالرغم من كده هو ما فهمش إنها كانت غلطته. بعد ما الخدامة خرجت جوفيل فتحت باب الدولاب وطلبت منه إنه يفطر معاها، وفجأة بنلاقي خدوده احمرت وواضح كده إنه بدأ يقع في حبها. هي عملت له ساندويتش وحطت له فيه خيار واللي هو بيكرهه جدا، بس هو بيقرر إنه يجي على نفسه وبياكله علشان خاطرها. وبنروح لقصر الإمبراطور وبنلاقي الدوك إليوس وهو بيقوم الإمبراطور على ليجس، وبيقول له إنه حقق النصر للإمبراطورية في الحرب وإنه بيقود المملكة بقاله 20 سنة في وقت ما كان الإمبراطور السابق ضعيف وجبان. وقتها الإمبراطور بيبين إنه مش مهتم، بس لما بيمشي الإمبراطور بيطمن نفسه بإن طالما هو اللي بيمتلك الخاتم ليجس مستحيل إنه يعصيه. وبنرجع تاني لجوفيل واللي كانت بتقرأ كتاب، وبعدين كانت بتبص لماكس وهو نايم. هو فتح عينه وسأل يا ترى كانت بتبصلي كده ليه. أما جوفيل كانت بتفكر مع نفسها هو إمتى هيمشي من هنا، وافتكرت إن في حاجة هي عاوزة تديها لباباه، فسألت ماكس عن رأيه فيها، بس طريقتها في السؤال خلته يفهم غلط، فنط من على الكنبة وقرب منها وسألها عاوزة تدي الأزرار دي لمين، بس هي بتكون غامضة جدا في إجابتها. فهو بيفترض إنها عاوزة تديهم لمايكل علشان تصلح علاقتها معاه، فبيكلمها بنبرة صوت قاسية قوي، فبتتضايق هي من رد فعله وبتقوله بخجل إنها جايبها لباباها. ماكس بمجرد ما بيعرف الحقيقة بيضحك وبيفرح في نفس الوقت، بس بيقول لنفسه إن أزرار الأكمام مش هدية مناسبة لفارس، بس بالرغم من كده بيطمنها وبيقول لها إن أي حاجة أنت جبتيها أكيد هتعجبه. وبنروح لليجس واللي كان قاعد بيرتاح على الشجرة، وفي فارس جاله بأخبار عن جوفيل. هو نزل بسرعة من على الشجرة وكان باين على وشه القلق على بنته. الفارس قال له إنها ما خرجتش من أوضتها طول اليوم، وافترض إنها ممكن تكون مريضة، فبيقول له ليجس يلا نروح للإمبراطور. جوفيل كانت بتحاول تكتب رسالة لوالدها، وسألت ماكس عن المواضيع اللي بيتكلم فيها دايما مع باباها، فبيفتكر إنه دايما كان بيتباهى بجوفيل. جوفيل راحت، جوفيل جت، جوفيل عملت، بس هو قرر إن هو ما يقولهاش الحقيقة. فهي لقت إن ماكس مفادهاش بحاجة، فقررت إنها تعتمد على نفسها في كتابة الرسالة، وبعد ساعة كانت خلصتها. ماكس لما شاف الرسالة سألها إذا كانت ناوية تدي الرسالة دي لباباها، وكانت رسالة اعتذار،
وكان نفسه إن هو يشوف رد فعل ليجاس لما يستلم الرسالة. وبنرجع تاني للإمبراطور اللي كان متضايق جدا لأن عدى 4 أيام وليجاس لسه معرفش مين هو القاتل. بس في الحقيقة ليجاس عرف إن ماكس هو اللي ورا محاولة القتل، بس ما قالهوش علشان ما يسببش بينهم صراع. بس الإمبراطور بنبرة تهديد اداله فرصة يوم واحد لحراسة الإمبراطورية. جويل قررت إنها تروح لمكتب باباها علشان تسيب له هديتها هناك على المكتب، وهناك اتفاجئت بحاجة مهمة جدا بالنسبة لها، وهي لستة الخاطبين، ولقت فيهم اسم واحد مميز بدايرة وهو اسم ماكسيميليان ولي العهد. وطبعا هي فهمت غلط، فهمت بإن باباها بيخطط إنه يجوزها ولي العهد الظالم ده. وطبعا الحقيقة زي ما عرفناها قبل كده إن ليجاس ميز الاسم بالعلامة دي لأنه كان عاوز يلغيه من ضمن الاقتراحات بس ملحقش. جوفيل فضلت تبص للستة بجنون وافتكرت باباها لما سألها عن مواصفات الزوج اللي هي عاوزاه. وطبعا ولي العهد هو قوي جدا وبيمتلك كل حاجة، بس هو كمان مريض نفسي وما عندهوش قلب وما بيترددش أبدا في إن هو يقتل الناس. وكل ده هي فاكراه من حياتها الأولى، وما كانش فيه في إيديها حاجة غير إن هي تبكي. في الوقت ده ماكس كان مستنيها في أوضتها وقبض على حد كان بيحاول إن هو يتجسس عليه، واللي بلغه بإنه لازم يرجع للقصر فورا. جوفيل وهي راجعة لأوضتها كانت بتفكر في إنها لازم تحط خطة علشان تمنع جوازها من ولي العهد. لما دخلت الأوضة ما لقيتش ماكس موجود، وبدأت تدور عليه في كل مكان. فجأة لقيته سايب لها رسالة مكتوب فيها ما تدوريش عليا وأنا هرجع في الوقت المناسب. وقتها حست بإنها مفتقداه جدا. وماكس كمان وهو راكب على حصانه وماشي بدأ يفكر في جويل وفي الرسالة اللي سابها لها، وسأل نفسه هل كان طبيعي إنه يفضل موجود معاها حتى لو ما كانش تم استدعائه؟ تاني يوم بتصحى جوفيل من نومها وبتنزعج جدا لأنها بتلاقي قلادة والدها لسه موجودة معاها، وهو ممكن يتضايق من كده. بتلاحظ الخدامة إنها بتتصرف بشكل غريب وبتفترض إن ده بسبب إن الدوق مش موجود في البيت، فبتقترح عليها إنها تخرج للحديقة علشان تغير جو في الشمس. وبيكون الخادمات مجهزين وجبات خفيفة، بس الكيك اللي بالفراولة المفضل لجوفيل ما كانش موجود، فبتنزعج الخدامة وبتروح علشان تجيبه، وسابت جوفيل لوحدها واللي افتكرت زعلها وبدأت تفكر في إنها لازم تلاقي حل لمشكلة القلادة والمشكلة الخاطئ. وبعد وقت بسيط ليجاس بيوصل للبيت وسألته جوفيل إذا كانت عشا، واتصدمت لما لقيته بيقول لها إنه مش هيسيبها لوحدها تاني أبدا، وقال لها يلا نتعشى، ومسكها من إيديها وهم رايحين لأوضة الطعام. بمجرد ما وصلوا هناك سألها عن الحفلة اللي هتحضرها وإذا كان عندها شريك. هي طبعا قلقت جدا وقالت له إنها لسه بتكافح علشان تلاقي شريك، إن هو يستحق إن هو يكون معاها، واللي هتختاره من بين كل اللي بينوا اهتمامهم بإنهم يكونوا معاها. بترجع جوفيل لأوضتها وبتبدأ تشوف الرسائل اللي وصلت لها من كل اللي بيطلبوا إنها تكون شريكة ليهم، وكان من بينهم السيد بورمر والمشهور بأخلاقه وقدرته على اللعب بالسيف، والسيد إدموند والمعروف بجماله وذكائه، وكمان السيد رونالد واللي كان مرشح إنه يكون وزير للخارجية. وبعد تفكير طويل من جوفيل بتخرج الخدامة من الأوضة وهي معاها ظرف مكتوب فيه هي اختارت مين، وسألها ليجاس عن قرارها، فقالت له الخدامة إنها اختارت السيد إدموند، ولما سألها عن سمعته رشحته بحماس. فجأة ليجاس بيختفي لأنه بيقرر إن هو يتحقق بنفسه ويعرف إذا كان السيد إدموند هو الشريك المناسب لبنته ولا لأ. ولما بيتقابل معاه إدموند ما بيقدرش يقول ولا كلمة واحدة وبيترعش طول الوقت، فوقف ليجاس وقال له أنت غير مؤهل. فسأله إدموند عن سبب زيارته ليه في نص الليل، بس كل اللي كان بيسمعه من ليجاس هي جملة أنت غير مؤهل. وبنروح لقصر فلوين. جوفيل بتستلم الهدية اللي وصلت لها من ورشة ريان، وكانت هدية جميلة جدا. وقتها الخدامة بلغتها بأن السيد إدموند وصل عشان يرد على رسالتها، فحاولت إنها تتخيل شكله، بس هي ما شافتش في خيالها غير وش ماكس. ولما بتروح علشان تستقبله فجأة بينزل إدموند على ركبته علشان يعتذر منها لأنه ارتبط ببنت تاني، وقال لها إن هو عارف من الإشاعات اللي انتشرت إنها مرتبطة بالفعل بشخص تاني. فقالت له إن الخبر مش صحيح، بس هي قبلت اعتذاره وسامحته، ففرح وطلب منها إنها تتعشى معاه، بس لاحظ نظرات ليجاس الحادة ليه فتراجع عن طلبه وقرر إن هو يمشي بسرعة. وبنروح لبيت السيدة فريزيا وبيكون في تجمعات عندها، وبيسمع ماكس منهم إشاعات بتقول إن مايكل هيحضر حفلة روز ميري لأنه عاوز يكون شريك جوفيل في الحفلة، وإنه عاوز يرجع لها بعد ما هي انفصلت عنه. فبينزعج ماكس وبيرمي كاس على الأرض علشان يوقفوا الكلام،
وبيدخل لأوضة لوحده، وبتدخل عليه السيدة فريزي، وبتلاحظ إن ماكس عمره ما اتأثر بالإشاعات قبل كده، وإن تصرفاته غريبة من وقت ما رجع من بيت فلوين. ماكس بيسألها عن الإشاعات اللي بتتقال، وهي بتأكد له إن في إشاعات تانية بتقول إن جوفيل بتقابل معجب سري، وهو مايكل ابن عم السيد راديان، بس هو بيتضايق جدا من الكلام. بعد كام يوم جوفيل كانت بتقضي وقت لطيف مع باباها، لغاية ما سألها إذا كانت لقت شريك ليها ولا لسه، بعد ما رفضها السيد إدموند. فبتخاف جوفيل إن ليجاسي يتدخل في الموضوع، وبتقوله إنها بتفكر، فبيقول لها إنها لو مقدرتش تلاقي شريك فتبلغه، وطبعا هي بتفهمه غلط، وبتقرر إنها تستأذن وتمشي. ماكس بيستنى ليجاس إنه يخرج من القصر، وبمجرد ما بيخرج بينط هو على بلكونة جوفيل وبيدخل الأوضة، ولما بيدخل بيبدأ إن هو يدور عليها في كل مكان بس مش بيلاقيها. فبيسأل نفسه يا ترى إذا كانت بتقابل شريك تاني علشان يحضر معاها الحفلة. فجأة بيسمع صوت جوفيل وهي بتكلمه، وسألته أنت بتعمل إيه هنا؟ فقرب منها جامد وقال لها إيه المشكلة؟ فاتفاجئت بمدى قربه منها وبعدت عنه، وقالت له إن عندها أفكار كتير في راسها، وقال لها إن هو مستعد إن هو يسمعها، بس هي بتكون مترددة إنها تقوله، وبتطلب منه إنه يوعدها بإنه ما يقولش حاجة لوالدها. فبيوافق بسهولة، وبيقولها كمان إنه لو أفشى سرها هيتنازل لها عن كل ما يملك. فبتضحك وبتقول هو إزاي بيوعد إن هو يتنازل عن كل ما يملك وهو أصلا ما عندهوش بيت حتى يعيش فيه. وبتبدأ جوفيل تفتح له قلبها وتشاركه عبء الإشاعات السلبية اللي بتقال عنها بإنها بتقابل حد في السر، وبسبب الإشاعات دي فكل اللي طلبوا منها إنها تكون شريكة ليهم هربوا. وقتها ماكس تخيل مع نفسه إن جوفيل هتطلب منه إن هو يكون شريكها، بس ده كان في أحلامك. وبتقوله إنها أصلا مش مهتم بإنه يكون عندها شريك، بس المشكلة الحقيقية في باباها واللي مصمم إن هو يجوزها. ماكس بيتضايق من فكرة إن ليجس مصر إن هو يجوزها غصب عنها، بس جوفيل بتقوله إنها بالفعل لقت الشخص اللي هتطلب منه إن هو يكون شريكها، فوجهه بيحمر وبيتوقع تاني إنها هتطلب منه إن هو اللي يشاركها، بس هي بتفاجئه وقالت له إنها هتطلب من جيرالد إنه يكون شريكها. ماكس بيتصدم وبيغضب وبيسألها مين هو جيرالد، فبتقوله جوفيل إن هو ابن عمها وفارسها، فبيحس بالراحة لما بيعرف مين هو شريكها، وبيستغرب نفسه جدا وبيسأل ليه ارتاح بمجرد ما عرف مين هو. ولما استعدوا إنه يمشي جوفيل بتديله كيس فلوس وقالت له إنه عنده مكانه اللي يقدر يرجع له في أي وقت. وقتها هو بيحس بالخجل. لما بيمشي بتبدأ تفكر جوفيل مع نفسها في الإشاعات اللي انتشرت عنها، وبتعتقد إن السيد داريل هو اللي نشر الإشاعات دي لما شافها وهي بتشتري أزرار الأكمام، وقالت إن لو والدها ارتدى الأزرار دي أكيد الإشاعات كلها هتنتهي. فقررت إنها تقدم لليجاس القلادة والأزرار، ولما أخدهم منها ما تكلمش ولا كلمة، وهي بناء على رد فعله ده فهمت إنه مش هيرتديها أبدا. ولسه كانت هتفتح معاه موضوع شريكها في الحفلة، وقبل ما تقول أي كلمة ليجاس قال لها إن هو اللي هيكون شريكها في الحفلة، وطبعا هي بتتصدم جدا من كلامه. وبنروح لماكس واللي كان بيفكر في جوفيل وفي اللي عملته معاه، وفجأة بتظهر الفارسة فريزي وهي نفسها اللي شفناها من شوية، وبتقطع أفكاره وبتبلغه بتصرفات فيكتور وكيله، وبتقوله إن تصرفاته كلها غلط، فبيقولها إنها ترشده للصح. وبتقوله كمان عن الإشاعات اللي ظهرت عن جوفيل، فبيأمرها بشكل رسمي إنها تحضر حفلة روزميري وتنشر هي كمان بعض الإشاعات اللي تكون في صالح جوفيل. وبيجي يوم الحفلة وبيكون كل المعازيم مستنيين وصول جوفيل بفارغ الصبر، وهما بيتوقعوا يا ترى مين هيكون شريكها. فريزيا لما بتسمعهم فبتقول لهم إننا نقدر نتعرف عليه بمنتهى السهولة، لأنه أكيد هيكون نفس الشخص اللي هيكون لابس أزرار الأكمام. والكلام بيثير اهتمامهم. وهم في طريقهم للحفلة ليجاس بيأكد لجوفيل إنه هيكون جنبها دايما ومفيش داعي لإنها تقلق. ولما وصلوا بيتفاجئ الضيوف بوصول ليجاس فلوين مع جوفيل، وبيكون فيه اهتمام كبير بيهم. وبتفتكر جوفيل وقتها إزاي كانت بتتمنى الاهتمام ده من والدها، بس هو تخلى عنها، واللي بتفكر في إنها تهرب منه دلوقتي بسبب إنه رتب جوازها من ولي العهد الظالم ده. وهي بدأت تحس إن هو كان بيعملها كويس وكأنها مهمة بالنسبة له وماسك فيها جامد، فكان عندها فضول وعاوزة تعرف مشاعره اتجاهها. كل الضيوف بيلاحظوا الأزرار اللي كان لابسها ليجاس وبيفهموا إنها كانت هدية لوالدها، بس كان في بعضهم بيشك في ده وقالوا إنها أكيد أزرار تاني وهي اشترتهم في آخر لحظة. فبيبصوا لهم ليجاس بغضب فبيخافوا. وبيظهر مايكل وهو بيقول إن ده معناه إن جوفيل مش مهتمة بأي راجل تاني. بتيجي روز ماري هي ووالدتها علشان ترحب بليجاس وجوفيل، بس في البداية بتكون مترددة، وبعد كده بترحب بيها
وهي فرحانة جدا وبتشكرها على حضورها وبتقولها إنها سعيدة إنها جت حفلتها. جوفيل بتقدم الهدية لروزماري وبتعجبها جدا وبيعجب بيها برضو كل السيدات الموجودات في الحفلة وبيقولوا لها إنها هدية مبتكرة. فبتسألها روز عن المكان اللي اشتريتها منه وبتصدموا كلهم لما بتقول لهم إنها جابتها من ورشة حرفية بسيطة، فبيبصوا لها على إنها ملاك. بعد كده بتقرر جوفيل إنها تخرج بره علشان تشم شوية هوا، ولما خرجت بنلاقي ماكس وهو قاعد على الشجرة وكان بيراقب حركتها. جوفيل بتبدأ إن هي تبكي، وماكس بمجرد ما بيشوف دموعها بينزل من على الشجرة بسرعة. فبتتفاجئ جوفيل من ظهوره مفاجئ قدامها، يمسح دموعها بلطف وبيطلب منها إنها ما تبكيش، وسألها عن سبب ألمها وكان قلقان عليها جدا. هي بتقوله لو عاوز تساعدني حاول إن أنت تراقب طريقتك في التعامل مع النبلاء، وبتقوله إنك لو اتعاملت معاهم بغطرسة ممكن يتحكم عليك بالإعدام. فوافقها ماكس على كلامها، وهي كان طبعا عندها فضول عن سبب وجوده، ولما سألته أنت موجود هنا ليه؟ قال لها إن هو عنده شغل هنا، بس في الحقيقة هو ما قدرش يقاوم إحساسه بإن هو عاوز يشوفها. وبيسألها ماكس عن مكان شريكها، فبتقوله إن والدها موجود في القاعة، وهو كان معتقد إن جيرالد هو شريكها، بس عرف إن ليجاس هو شريكها دلوقتي بداله. وهما بيتكلموا الموسيقى بتشتغل، فبيطلب منها ماكس إنها ترقص معاه. جوفيل في البداية كانت مترددة، بس ماكس قال لها إنه مش بيطلب يرقص مع أي حد. هي بتحس بالخجل ووشها بيحمر، ولما بتبدأ ترقص معاه بتعرف إن هو بارع جدا في الرقص. وفجأة جوفيل كانت هتتكعبل وكانت هتقع، فلحقها ماكس ومسكها بطريقة خلتهم يقربوا جدا من بعض زيادة عن اللزوم. وبيظهر ليجاس وهو بيراقب الموقف من بعيد، وبيكون متضايق جدا لأن ماكس مقرب قوي من جوفيل. قبل ما الموقف ده ما بيحصل بدقايق بيكون ليجاس مندمج مع الضيوف، وبعدين بيشوف جوفيل وهي خارجة للحديقة فبيفهم إنها محتاجة للهوا. بس مايكل شافها هو كمان واعتقد إنها كانت عاوزاه يروح وراها، وليجاس أخد باله من مايكل فوقفه بنظرة حادة لأنه كان متضايق منه إن هو حاول يتجرأ على جوفيل ويكلمها. وبعد كده ليجاس سمع جوفيل وهي بتتكلم مع حد، ولما شاف ظلهم هما قريبين قوي من بعض جرى عليهم بغضب. ولما اكتشف إن الراجل اللي بنته بتتكلم معاه هو ماكس ما كانش مصدق نفسه وأمره إن هو يبعد عنها. وبالرغم من غضبه منه بس هو اتمالك نفسه لأنه افتكر وعده لوالدة ماكس، بس هو ما كانش عاوز ماكس يقرب من بنته تاني لأنه بيعتقد إن ماكس مش أكتر من إن هو أمير شرير ومتعجرف بالرغم من مظهره الجميل ومهاراته في السيف. ومن كتر غيظ ليجاس كسر الكاس في إيديه، فبتقلق عليه جوفيل جدا، بس هو بيبتسم لها وبيطلب منها بلطف إنهم يمشوا. فجأة ماكس بيمسك إيد جوفيل وبيسألها إذا كانت رجليها اتصابت، بس ليجاس بيضرب إيده من بعيد وبيقول له إن ديت حاجة ما تخصكش، وشال جوفيل هو بين إيديه وقال لماكس إنه ما يجيش لبيته مرة تانية. كل الضيوف بيشوفوا ليجاس وهو شايل جوفيل، وهي بتحس بالإحراج جدا وبتطلب منه إن هو ينزلها، بس ليجاس رفض، وهي كانت محرجة من نظرات الناس ليها لأنهم توقعوا إن جوفيل بتحاول إنها تجذب الانتباه ليها. بس روزميري اتدخلت ودفعت عنها وقالت إنها مش بتتظاهر بكده، فوافقوا على وجهة نظرها. ومايكل لما بيسمع محادثتهم بيفتكر موقف حصل معاه في الماضي مع جوفيل، وكان بيعتقد إنها بتتظاهر بإنها مريضة علشان تجذب انتباهه، بس عرف بعد كده إن حالتها كانت حقيقية. في قصر فلوين ليجاس بيحط جوفيل على سريرها وبينصحها بإنها ترتاح وما تخرجش ببضع أيام. جوفيل حست بإنها محتارة من قلق والدها على سلامتها، وبدأت تشك بإنه مش مهتم غير بصحتها علشان يجوزها لولي العهد وهي سليمة. وبتقول لنفسها إنها افتكرت إنها اتخلصت من أي مشاكل محتملة بإنها نهت علاقتها بمايكل، بس من الواضح كده إنها وقعت نفسها في مشكلة أكبر. وبنروح لماكس اللي ما كانش قادر يبطل تفكير في جوفيل، وفضل يحلم باللحظة اللي مسك إيديها فيها، وتخيل إنهم بيقربوا لبعض أكتر وأكتر. وقتها بيأمر السيدة فريزيا بإنها تبعت دعوة لجوفيل، بس هي بتقوله إنه صعب لأن جوفيل بقت مشهورة وبيجيلها دعوات كتير. وبنشوف جوفيل وهي بتستلم رسالة جديدة من أحد النبلاء، بس ما بيكونش عندها أي طاقة حتى إنها ترد على الرسالة، وبتكون متأكدة إن ليجاس مشغول بترتيبات جوازها من ولي العهد، وكانت محتاجة لأي مخرج ضروري. في اللحظة دي بتسمع صوت خبط على شباكها، وأول ما بتشوف إنه ماكس بيجيلها فكرة وبتطلب منه إن هو يدخل، وأول ما بيدخل بتطلب منه إن هو يرتبط بيها. ماكس بيفرح جدا لما هي قالت له كده، لدرجة إنه بدأ في أحلام اليقظة بإنه هيكون أسرة معاها. بس في لحظة آماله كلها اتبخرت لما قالت له جوفيل إن العلاقة هتكون علاقة تعاقدية لفترة مؤقتة. وجوفيل كانت شايفة إن ماكس هو مرشح مثالي بإنه يتظاهر بإنه هو حبيبها بسبب مهاراته وبسبب وسامته، وكمان لأنه أكيد ليه مكانة خاصة عند ليكس بما إنه طالب عنده.
جوفيل حاولت إنها تقنعه بإن هو يقبل، بس هو بيبان عليه إنه مش راضي أبدا عن الموضوع، وبيسألها عن السبب اللي هيخليها تعمل كده برضاها. فبتقوله جوفيل لأن باباها بيخطط لجوازها من شخص هي ما تقدرش ترفضه. فسألها مين هو، فطلبت منه قبل ما تقوله على اسم الشخص ده إنه يوعدها بإنه يكون سر. وبعدها بتقوله اسمه ماكسيميليان كاشان. وماكس في البداية ما كانش مركز معاها وما اداش اهتمام للي هي بتقوله، بس بسرعة بيستوعب إنها قالت اسمه هو، وحس بالإحراج من نفسه لأنه عارف إن جوفيل عاوزة تتظاهر بإنها بتوعد حد تاني علشان تتجنب الجواز منه. فحاول إن هو يقنعها بإن الجواز من ولي العهد هيفيدها لأنه مع الوقت هيكون هو الحاكم، بس هي بتقوله إنها بتفضل إنها تعيش عمرها كله من غير جواز على إنها تتجوز الطاغية ده. ماكس اتصدم من اللي هي قالته ومشى وسابها، وجوفيل بتفضل في حيرة لأن ماكس سابها ومشى من غير ما يديها أي إجابة. بيوصل ماكس القصر وبيقعد يفكر، وبتدخل عليه فريزيا فبيسألها ليه ممكن البنت تكون رافضة الجواز من زوجها المستقبلي، فبتقوله بترفضه لما بتكون كرهاه، وتوقعت إن في حاجة حصلت بينه وبين جوفيليان، بس ماكس بينفي الكلام ده. بعد كده فريزيا قالت له إن الإمبراطورة إيزابيل بعتت تقاتل تاني علشان يقتلك، وسألته هتحكم عليه بإيه. وبنعرف إن إيزابيل هي زوجة والده التانية، وكانت بتحاول إنها تقضي على ماكس من وهو لسه صغير، وهي اللي كانت السبب في وفاة والدته. ماكس قبل ما بيرد عليها بيفتكر كلام جوفيليان عنه بإن هو طاغية، فبيقرر إنه يتغير وبيأمرها إنها تعفي عن حياته. طبعا فريزيا اتصدمت جدا واستغربته، وسألها ماكس إذا كان في عروض جواز اتقدمت له، بس قبل ما يعرف الإجابة منها بيقرر إن هو يمشي. جوفيل ووالدها كانوا بيتناولوا العشاء، وأول ما نيجس بينطق اسمها هي بتعتقد إن هو هيفتح معاها موضوع الجواز، بس هو كان افتكر موقفها مع ماكس فسألها عنه، بس هي قررت إنها تغير الموضوع وبدأت تحكي له عن كتاب هي قرأته بخصوص الإمبراطورية الأولى. وهو أول ما لقى رد فعلها كده قرر إن هو يقوم وقال لها إن هو عنده حاجة مهمة هيعملها. جوفيل استغربته جدا لأن ليجس مش من النوع اللي بيقوم فجأة. ليجس وقف وفضل يفكر مع نفسه، وكان قلقان جدا من كلام جوفيل لأن ده معناه إنها مهتمة بالإمبراطورية، وعلشان كده بدأت تدرس عن العيلة الإمبراطورية. وقال لنفسه هي أكيد اكتشفت حقيقة الخاتم، وأكيد عرفت بالإشاعات السيئة عن ولي العهد، وبالرغم من كده هي متقبلاه، وقرر إن هو لازم يعمل أي حاجة يمنعها بيها علشان ساعدتها. بس في اللحظة دي جوفيل بتقاطع أفكاره ودخلت عليه وسألته إذا كانت هي عملت حاجة غلط في العشاء، فابتسم لها وطلب منها إنها تدخل جوه لأن الجو برد. وهما داخلين شجعها ليجس على إنها تحاول تعرف أكتر عن ولي العهد. وقتها جوفيل اتأكدت من مخاوفها بإنه فعلا عاوز يجوزها لواحد قاسي، فردت عليه بإنها هتنفذ كل طلباته، بس هي ما كانش عندها نية لكده. بمجرد ما جوفيل ما مشيت اتعهد ليجس بإن هو لازم يحافظ على سعادتها ولازم يبعدها عن ماكس. جوفيل فكرت في إنها تعرض الفكرة على ماكس مرة تانية، وكانت حاسة بالإحباط. في الوقت ده جالها رسالة من روزميري بتسأل فيها عن صحتها، ودعتها إنها تشرب معاها الشاي. وهي لما فكرت لقيت إن دي فرصة جيدة علشان تعرف أكتر عن سمعة ولي العهد بين المجتمع الراقي، وكمان علشان تعرف هو بيكره إيه. روزميري فرحت جدا وعبرت عن سعادتها لما عرفت إن جوفيل اتعافت وهتحضر حفلة الشاي، وأصحابها كمان اتحمسوا لمقابلتها. وهنا ظهرت سيدة من سيدات المجتمع الراقي وهي فرونيكا، وسألتها روزميري إذا كانت هي بخير. وبالرغم من إنها كانت مستاءة من دعوة روزميري لجوفيل من غير ما تستشيرها في البداية، بس هي وافقت. ومايكل بمجرد ما بيسمع اسم جوفيل بيتجه لفرونيكا فورا وبيطلب منها بإغراء بإنها تدعيه هو كمان، وهي كانت حاسة بقلق بخصوص دعوته بس بتوافق. جوفيل راحت علشان تشتري فستان جديد تحضر بيه حفلة الشاي، وليجس بعت معاها فرسان كتير جدا لحمايتها، ولقت في موديلات كتير من الفساتين فاحتارت. وفجأة سمعت صوت حد بيديها نصيحة، وكانت فريزيا. جوفيل ما كانتش تعرفها بس وافقت على إنها تسمع نصيحتها، ونصحتها بإنها تختار الفستان اللي هي مرتاحاله، وهي فرحت بالنصيحة وحست بإنها كانت نصيحة مفيدة ليها. جوفيل لما خلصت التسوق سمعت صوت تجمع وخناقة في السوق، ولما بتبص علشان تعرف فيه إيه بتلاقي السيد بارون واقع على الأرض، وبتتفاجئ لما بتلاقي إن ماكس هو اللي بيتكلم معاه. وبارون كان غضبان جدا وأمر حراسه بإنهم يقبضوا على ماكس. فجأة جوفيل بتظهر قدامهم، وبارون بيعرفها بإنها هي بنت الدوق فلوين، فبيرحب بيها ولسه هيعرفها بنفسه، بس هي بتقاطعه وقالت له أنا عارفة أنت مين، وقالت له إنها مش حاسة بالفخر إنها شافته لأنه بيتصرف كفتوة مع الأشخاص الفقراء، بس معاها هي وفي حضورها بيتصرف بأدب، وأمرته بإن هو ما يضطهدش راجلها مرة تانية. ماكس في اللحظة دي
بيحس بالخجل واعتقد إنها بتناديه إن هو جوزها، بس هي بتكمل كلامها وبتقول لبارون بإن ماكس هو حارسها الشخصي اللي عينه لها والدها، والكلام ده طبعا بيربك الحراس الحقيقيين. وجوفيل قالت لبارون إن هو ما يحاولش إن هو يستغل وضعه لإيذائه، بس هو بينكر إن هو عمل كده. والحقيقة هي إن البارون كان متضايق من الاهتمام اللي كان موجه لماكس من كل الموجودين في السوق، وبدأ في مضايقة ماكس، وطبعا ماكس رد عليه بوقاحة. فبتقوله جوفيل إن هو يعتبر إن الموضوع انتهى المرة دي ويسيبه ويمشي، وبتكون عارفة إن اللي حصل كان مسؤوليتها لأنها معلمتش ماكس إزاي يتعامل مع الناس اللي ليهم شأن كبير. وبالرغم من كده البارون بيعتذر لها، بس هي قالت له إن هو لازم يعتذر لماكس بدلها هي، لأنه تسبب له في ترهيب. ولسه كان هيعتذر له فعلا، بس ماكس بصله بنظرة حادة، فخاف البارون وهرب بعيد. ماكس شكر جوفيليان على إنها أنقذته، وكل البنات اللي كانوا موجودين أعجبوا بشخصيتها جدا. وقال لها ماكس في اللحظة ديت إن هو موافق على طلبها بإن هو يعمل معاها علاقة تعاقدية، بس بسرعة جوفيل بتحط إيديها على فمه علشان محدش يسمعهم، وقالت له اسكت دلوقتي وما تقولش أي حاجة. وتصرفهم ده خلى كل الموجودين يتوقعوا إن في حاجة ما بينهم. وجوفيل قالت لماكس إن هو يجي معاها، وبمجرد ما دخلوا العربية جوفيل قالت له أنا عارفة سبب رفضك في البداية، وسبب إنك اتأخرت عليا في الرد، وهو إنك شايف إني أنا من طبقة أعلى منك. وقتها ماكس ما قدرش إن هو يكشف لها عن شخصيته. بعد كده سألته أنت كنت بتعمل إيه في السوق، وبنعرف إن ماكس ما كانش بيتسوق، لا هو كان غضبان لأن السيدة فريزيا بلغته بخصوص حفلة الشاي اللي هي هتحضرها، وكمان مايكل هيحضرها، وده كان سبب في إثارة غضبه، فكان هيروح لها بيتها، بس فريزيا بلغته بإنها مش في بيتها دلوقتي وموجودة في السوق. فقرر إن هو يروح وراها السوق علشان يبلغها بموافقته بالعلاقة الكذابة علشان يحميها من مايكل. ماكس سألها ليه اختارته هو بالذات، فقالت له لأنك طالب عند بابا، وطبعا إجابتها صدمته لأنه كان معتقد إنها طلبت منه إن هو يوعدها لأنها بتحبه، وكان واخد الموضوع جد قوي. بعد كده جوفيل كملت كلامها لأنك أنت الشخص الوحيد اللي أنا بحس معاه بالراحة، وطبعا هو فرح جدا لما سمعها بتقول كده. وقالت له كمان بإنها عندها استعداد إنها تدفع له، بس بيستاء منها لأنها قالت له كده، وقال لها بإن هو مش محتاج للفلوس. وقتها جوفيل سحبت إيديه وقالت له أنت لطيف جدا. حس بالإحراج هو وطلب منها إنها تسيب إيده، فهي قالت له بناء على عقدنا إحنا لازم نتظاهر بإننا بنحب بعض، وده معناه إنه هيمسك إيديها وهيقربوا من بعض بطريقة رومانسية. فجأة جوفيل بتركز إنهم لسه معرفوش نفسهم لبعض، وكانت لسه هتعرفه بنفسها، بس هو بيقاطعها وبيقول لها إن هو عارف إن اسمها جوفيل. فبتحس إنها فشلت لأنها كانت تقصد بالجملة دي إنها عاوزة تعرف اسمه هو، لأنها ما تعرفش عنه حاجة غير إن هو اسمه ماكس، وده الاسم اللي كان والدها بيناديه بيه. بس في النهاية اعتقدت إن اسم ماكس كافي، وإن هو أصلا اسم جميل، وإنه هو في يوم من الأيام هيكون شخص له شأن عالي. بعدين جوفيل بترجع تاني لمناقشتها عن عقدهم مع بعض، وبتقوله إحنا لازم نكتب عقد، بس هو بيرفض وبيقول لها إن هو بيثق فيها ومتأكد إنها مش هتأذيه. فجوفيل اتأثرت جدا بمدى سذاجته، وقالت له بلاش تكون ساذج كده، وما ينفعش إن أنت تثق في أي حد حتى لو كان حد قريب منك قوي. وصممت على إنهم لازم يكتبوا العقد، فوافق. وقتها جوفيل اترددت وسألت يا ترى هو حاسس بخطورة الموقف ولا لأ. وفجأة وبدون أي مقدمات جوفيل سحبت ماكس ليها وقربته منها جامد. هو ارتبك جدا وبعد لأنه كان شايف إن الأمر بالطريقة دي كان سابق لأوانه، بس هي بتقرب منه تاني، فبيقرر إن هو يستسلم المرة دي، وفعلا بيقفل عيونه وبيستعد لقبلته الأولى. بس فجأة تقوله إننا لازم نتفق على قصة نقولها لما نتسأل إحنا عرفنا بعض إزاي، وبعدها لفت وشها الجنب التاني. وقتها ماكس حس بالإحراج لأنه كان رفع آماله لفوق جدا، وفجأة آماله كلها وقعت على الأرض. بمجرد ما وصلوا جيرالد طلب منها تفسير زي ما هما كانوا متوقعين، فقدمت جوفيل ماكس على إن هو حبيبها، والكلام ده أثار غضب الحراس لأنهم كانوا قريبين منها طول الوقت وما شافوش ماكس قبل كده. فقالت لهم جوفيل بإنهم اتقابلوا في حفلة من وقت بسيط، وسألوا جيرالد عن العيلة اللي هو بينتمي ليها. فقالت له جوفيل إن ماكس مش من النبلاء وهو من المرتزقة، وطبعا اتصدموا جدا من اللي هي قالته، وسألها ازاي اتقابلتوا. وبنعرف إنهم لما كانوا لسه في العربية اتفقوا على إن ماكس هيجاري جوفيل على كل اللي هي هتقوله، وهي بدأت تحكي قصة مزيفة بإن ماكس كان محاط بالنساء، بس جوفيل وصلت عندهم وسألتهم إذا كانوا شافوا مايكل، فهربوا كلهم. ووقتها فرح ماكس لأن جوفيل أنقذته وكان عاوز يرد لها الجميل، وبعدها اتقابلوا كذا مرة. الحراس كانوا عاجزين على الكلام، بس هما كان رأيهم في ماكس بإن هو مخيف.
جوفيل بعد ما خلصت قصتها المزيفة دعت ماكس بإن هو يدخل معاها لجوه، بس جيرالد كان لسه مصدوم. وجوفيل قبل ما تدخل كانت مستاءة جدا لأنها لاحظت إن جيرالد كان بيبص لماكس جامد لأنه من عامة الناس، بس في الحقيقة ماكس هو اللي كان بيبص لهم جامد من غير ما يرمش حتى. بعد كده جوفيل مسكت إيد ماكس وطمنته بإنها هي اللي هتحميه دايما من أي حاجة ممكن تحصل. وقتها ماكس حس بالخجل وكان فرحان جدا. وفجأة سمع صوت حاجة بتتكسر جوه البيت، وبيظهر ليكس وبيكون مصدوم لأنه شاف بنته وهي بتمسك إيد ماكس. وجوفيل خلت الأمور أسوأ وأسوأ لما قدمت ماكس على إنه هو حبيبها، وده خلى ليجس يتصدم أكتر. بعد كده ليجس بيقرر إن هو يلغي كل أعماله ليلتها علشان يقضي الوقت معاهم ويعرف طبيعة علاقتهم ببعض. أما جوفيل فكانت مستغربة رد فعل ليجس واللي كان أقوى بكتير من ما كانت متوقعة. ليجس طلب منهم إن هو يعرف إيه اللي حصل، وجوفيل حست إن هو غضبان، بس هي خمنت إن السبب في كده هو إن الأمور مش ماشية حسب خطته. وبدأت تقوله وهي ماسكة دراع ماكس إن هي وماكس بيتوعدوا رسميا. بعد كده راحوا لغرفة الطعام، وماكس سحب كرسي لجوفيل علشان هي تقعد عليه، فابتسمت له جوفيل. وليجس كان بيراقب الموقف وما كانش قادر يتصور لطف ماكس مع جوفيل، وكان بيقول لنفسه إن ده مش بيتوافق مع قساوة قلبه، وشك في إن ماكس بيتلاعب ببنته علشان تحبه ويقدر إن هو يستخدمها في تسريع التمرد. وسألهم إزاي اتقابلتوا. جوفيل كانت عارفة إنها مش هتقدر تخدع والدها زي ما خدعت جيرالدو والحراس، فقررت إنها تقوله جزء من الحقيقة. فقالت له إن هو جاله علشان يدور عليه لما كان هو مش موجود في البيت، وهي اعتقدت إن هو ما عندهوش مكان يبات فيه، فدعته إن هو ينام في غرفتها. ليجس أول ما بيسمع كلمة نوم بيحس بالغليان وبالغضب، بس جوفيل بسرعة بتأكد له إن مفيش أي حاجة حصلت ما بينهم، وماكس كمان أكد له نفس الكلام بإيماءة من راسه. ليجس فضل يفكر في إن ماكس شخص خطير وغاضب وطاغية، وإن جوفيل مش مدركة الخطر اللي هي ممكن تتعرض له منه، وحس ليجس بإن هو ندمان على إن هو كان متخذ طالب عنده. بعد كده جوفيل بتقاطع أفكار ليجس وقالت له إنها قبل كده حبت بلا مقابل، بس دلوقتي إنها تحب حد يكون هو كمان بيحبها ده شيء رائع، وطمنته بإنها ما جابتش العار لاسمه. أما ليجس فساد عليه الصمت، وفضل يفكر في بنته حبيبته وهي صغيرة، وإنه كان دايما بيسمح لها إنها تعمل أي حاجة هي عاوزاها لأنها ما كانتش بتأذي نفسها. أما المرة دي فهو مش هيقدر إن هو يباركها، وطلب منهم فجأة إن هما لازم ينفصلوا. جوفيل حست باليأس لأنها عارفة إن والدها مصمم على إن هو يجوزها لولي العهد، بس هي اتصدمت أكتر لما لقت ماكس بيرفض الانفصال عنها. وماكس بيفتكر النصيحة اللي قدمها له ليجس قبل كده، وهي إن الضعيف بيبقى قوي لما بيكون عنده شخص غالي يحاول إن هو يحميه، وإنه أكيد هيلاقي الشخص ده في يوم من الأيام. ومسك ماكس جوفيل من كتفها وأعلن له إن هو أخيرا لقى الشخص ده واللي هو عاوز يحميها. وبعد ما قال كده جوفيل أعجبت بيه جدا وأعجبت بمهاراته في التمثيل. ليجس قاطع ماكس وشكك في إن هو ممكن يكون اتغير، واتهمه بإن هو بيعتبر بإنه جوفيل فار وبيتظاهر بإنها مهمة عنده. بس ماكس بيرد عليه بإنه مش هيقف مكتوف الأيدي لو هو وقف في طريقه، وليجس هيبقى في المرتبة التانية بالنسبة له. وطبعا كلامه ده بيزود غضب ليجس جدا، فبيقول له ليجس إنه مش هيعتبره طالب عنده بعد كده. والخلاف ما بينهم اتطور وكأنها بقت حرب بين وحشين، وجوفيل كانت في وسطهم زي الفار لأنها ما تخيلتش أبدا إن يحصل بينهم كده. ماكس طلب من جوفيل إنها تخرج معاه من الأوضة، وهما خارجين ليجس صرخ عليه علشان يوقف ومسكه من كتفه، بس ماكس بيرفض وبيقوله بتحدي إنه مش من حقه إن هو يقوله يعمل إيه. جوفيل وقتها حست بالقلق وحست إن الموضوع بياخد شكل مختلف هي مش عاوزاه، فطلبت من والدها إن هو يهدى، وقالت له إنها هي هتتعامل مع الموقف. واتفاجئت لما لقت إن ليجس بيقتنع وبيفلت إيده من على ماكس وسابهم يخرجوا. جوفيل شكرت ماكس إن هو وقف جنبها، بس قالت له إن أفعاله تجاه والدها بتتجاوز الحدود، ووضحت له إنها مش عاوزة تتبرأ أبدا من والدها ومش عاوزة تهينه، وقالت له إنها لما تفرض عليه شخص هو رفضه ده شيء مش هيفيدها أبدا. ماكس اتفاجئ من كلامها وسألها إذا كانت هي لسه محتاجة مساعدته، فهي مسكت إيده وقالت له إنها لسه محتاجة مساعدته، إنما لو هو استمر في مساعدتها بنفس الطريقة دي فمش هيكون قدامها اختيار تاني غير إنها تحاول تلاقي حل تاني. فسألها عن اللي هي عاوزاه يعمله، فطلبت منه إن هو يرجع لوالدها ويعتذر له. في البداية ماكس اتردد وكان هيرفض، بس بمجرد ما بص في عيونها هدى ووافق على طول. كل ده وليجس كان بيراقبهم من بعيد، واتفاجئ لما لقى ماكس وهو بيوافق على طلبات جوفيل، واتسائل إذا كان ماكس فعلا اتغير.
جوفيل وماكس رجعوا تاني لعند ليجاس، وجوفيل قالت له إن ماكس عاوز يقولك على حاجة. وقتها ماكس اعتذر له، بس ليجاس لسه كان شاكك فيه وفي إنه بيستغل بنته، فقال له إن هو بيرفض اعتذاره وإنه مش هيبقى طالب عنده من النهاردة. وبعد إعلان ليجاس ليه، ماكس اتأكد إن هو مش هيقبل أبدا جوازه من بنته، واتأكد كمان إن جوفيل كانت فاهمة غلط لما قالت له إن والدها عاوز يجوزها لولي العهد. وكان ماكس باصص لليجاس بحدة، وده خلى التوتر يزيد ما بينهم. وجوفيل مع التوتر اللي حاصل ده حست إنها لازم تعمل حاجة، فنزلت على ركبتها فجأة، واللي عملته ده خلى ليجاس وماكس يتصدموا جدا، وطلبت من والدها إن هو يسامحها لأنها هتستمر في معادة ماكس. ماكس لما لقاها كده طلب منها وهو مصدوم إنها تقف، بس جوفيل قالت له إن هو ما يعرفش مدى غضب ليجاس، وقالت له إنها مش هتقف قبل ما تخلص كلامها مع ليجاس. وليجاس لما سمعها بتقول كده طلب منها هو كمان إنها تقف، وكأن ليجاس وماكس أخيرا بيتفقوا على حاجة. بس هي كانت شايفة إن لسه بدري على إنها تهدى، وقالت لليجاس إن ماكس بيتصرف بالطريقة دي لأنه هو بيحبها جدا، ووعدته بإنها هتساعده على إن هو يتغير، وطلبت منه إن هو يسامحه. فوافق ليجاس فورا، وهي حست إن رد فعله ده كان سريع جدا وأسهل من ما كانت هي متوقعة. وفضل الاتنين يطلبوا منها إنها تقف، وبعدها قعدوا هما التلاتة مع بعض. وليجاس فجأة قال إن هو هيسامحه على اللي هو قاله، بس ده مش معناه إن هو موافق على علاقتهم. فحاولت جوفيل إنها تقنعه بإنه ما يحكمش عليهم بالسرعة دي، وإنه يستنى ويشوف الأمور هيحصل فيها إيه. ليجاس من أعماق قلبه ما كانش موافق على علاقتهم أبدا، بس لما شاف نظرة جوفيل ليه ففكر في خطة يقدر بيها إن هو يظهر حقيقة ماكس على أمل إن جوفيل تنفصل عنه برغبتها. فوافق على طلبات جوفيل، وده خلى ماكس وجوفيل يفرحوا جدا وشكروه. بس ليجاس حس بالذنب لأنه كذب عليها بشأن موافقته، بس برر لنفسه الموضوع بإنها لسه صغيرة ومحتاجة للحماية، وإن هو عمل كده علشان يحميها. جوفيل حست بالفرحة والحماس لأن والدها وافق على علاقتهم. بعد كده جوفيل وماكس كانوا قاعدين بيشربوا الشاي مع بعض، فقالت له جوفيل إنهم محتاجين يكتبوا العقد، وسألته إذا كان في أي طلبات هو عاوز يضيفها في العقد. بعد ما انتهت جوفيل من كتابة العقد طلبت من ماكس إن هو يقرأه واقترح أي تغييرات هو عاوزها، بس هو بمجرد ما بيقرأه بيقطعه فورا. وجوفيل بتحس بالذهول من اللي هو عمله واتضايقت جدا، لأنه المفروض لو عنده أي مشاكل في بنود العقد كان المفروض إن هو يبلغها بيها ببساطة. وافتكرت ماكس لما مفكرش أبدا في مشاعرها وسابها ومشى واختفى الأيام من غير حتى ما يعرفها مكانه، وعلشان كده هي اعتقدت إن العقد هيجبرهم إن هم يشوفوا بعض باستمرار. وبنعرف إن اللي خلى ماكس يقطع العقد هو شرط ما عجبهوش، وهو إن كل الطرفين لازم يبلغوا بعض عن أماكنهم. وماكس شاف إن الشرط ده مبالغ فيه لأنه حتى ما بيعملش كده مع مرقوصيه، وعلشان كده هو قطع العقد ورمى بعيد. جوفيل في اللحظة دي حست إنها متضايقة جدا، وقررت إنها ما تسكتش، وقررت إنها تنهي العقد نهائيا. وطبعا هي كده صدمت ماكس جدا، فقال لها ماكس إنها لو نهت العقد كده هتكون مجبرة إنها تتجوز ولي العهد القمامة الطاغية، وظهر وكأنه بيقاتل في نفسه. بس جوفيل كانت أخدت قرارها وقالت له بإنها مش مناسبة ليهم هما الاتنين، وقالت له إنها ما حبتش سلوكه مع مرقوصيه وإن هو يقطع العقود الرسمية بالطريقة دي. ماكس اتفاجئ من كلامها، ووقتها افتكر سلوكه مع اللي بيشتغلوا عنده وإن هو دايما بيقطع الأوراق اللي هما بيقدموها له. وكملت جوفيل بإنها مش بتحب حد يتجاهل آرائها لأن التصرف ده بيأذيها نفسيا. وفضل ماكس بيسمع لشكاويها، وطلبت منه كمان إن هو يكون حذر في تصرفاته معاها لأنه موجود هنا عشان يساعدها، وإذا كان مش هيقدر يساعدها فالأفضل إنهم ينهوا الأمر من البداية. ماكس لما بيشوف تعبيرات جوفيل اللي كلها غضب فبيقرر إن هو يراضيها وبيعتذر لها، وبعدين بيمضي على العقد. وتغييره المفاجئ ده بيخلي جوفيل ترتبك جدا، بس هي فرحت وحست بالراحة لأن العقد أخيرا اكتمل، وبقت مستعدة إنها تعلن ارتباطهم لكل الناس. وطلبت من ماكس إن هو يروح معاه لحفلة الشاي في بيت روزميري. فسألها ماكس إذا كانت تعرف مين اللي هيحضر الحفلة، فقالت له جوفيل إنها هتحضر حفلة روزميري وبعض الأصدقاء. وبناء على إجابتها ديت بيتأكد ماكس إن جوفيل ما عندهاش أي فكرة إن مايكل هيكون موجود في الحفلة. وفجأة ماكس بيتحمس وبيقف وبيقول لها إن هو هيروح معاها للحفلة، وجوفيل استغربت جدا من حماسه المفاجئ ده. وبيجي يوم الحفلة وكل الموجودين بيتفاجئوا بوصول فيرونيكا ومعاها مايكل، وقالت إنها هي اللي بتحط القواعد ودعت مايكل بصفتها مضيفة للحفلة. بس روزميري بتكون متضايقة وبتصمم على إن كلهم كان المفروض يوافقوا على قائمة الضيوف. وقتها بيقاطعها مايكل وبيقول إن روزميري هي اللي بتتخذ القرارات من غير ما تراعي الآخرين، ومسك بكتف فيرونيكا وقربها منه
وانتقد روزميري لأنها صارمة مع الجميع ما عدا مع نفسها. وقالت واحدة من الضيوف وكأنها كانت متفقة مع رأي مايكل إن روزميري دعت جوفيل بالفعل من غير ما تحصل على إذن، وعلشان كده كانوا شايفين إن دي مش مشكلة كبيرة ووجود مايكل هو استثناء للقاعدة. فبيبتسم لها مايكل وبيشكرها. بس روزميري بتكون لسه مش مرتاحة وخايفة من رد فعل جوفيليان لما تعرف إن مايكل موجود. وفجأة الباب بيتفتح وبتظهر جوفيل وبيكون معاها ماكس، وده خلى كل الموجودين يتفاجئوا جدا. أما مايكل فوشه تقريبا بيسود من كتر الغضب، وكان مصدوم جدا إن جوفيل معاها راجل تاني. روزميري طلبت من جوفيل بأدب إنها تعرف الشاب اللي وصل معاها، فعرفتهم عليه بإن هو حبيبها، وكل البنات قالوا لها إن هو وسيم جدا وأعجبوا جدا بوسامته وشجعوها على اختيارها. أما ماكس فاتمنى إن البنات يكرروا مدحهم فيه بصوت عالي علشان يسمعهم مايكل. جوفيل حست إن ماكس كان بيتصرف بشكل جيد وكان لازم إنها تمدحه، ونسوا إن مايكل موجود وكان غضبان. ومع أول لقاء بين مايكل وماكس، ماكس كان بيبصله جامد، أما مايكل فكان معتقد إن هو بيبصله باحتقار. أما باقي البنات فكانوا بيتفرجوا على الدراما الحية اللي بتحصل قدامهم، وهي المواجهة ما بين صديقها الحالي وصديقها السابق. مايكل اعتقد إن جوفيل بتتظاهر بارتباطها بحد تاني بس علشان تجذب انتباهه، وافترض إن ماكس من عامة الناس لأنه ما ذكرش اسم عيلته، وافترض إن جوفيل اختارته بشكل عشوائي لإثارة رد فعله. فقرر بسرعة إن هو يغير مزاجه وسلم عليها بابتسامة، وبقى رد فعل مايكل مزيج ما بين الغضب والتظاهر بالسعادة. أما جوفيل فاستغربت مايكل جدا واتسألت عن الغلط اللي فيه، واتجاهلت إيديه ولفت لماكس وشكرته على حضوره معاها، ومسك إيديها ماكس ولف دراعه حولها وكأنه بيقول لمايكل إن جوفيل معاه هو دلوقتي. فجأة روزميري بتدخل وبتطلب من ماكس إن هو ينضم معاهم لحفلة الشاي، وباقي البنات بيتفقوا مع رأيها، فبتحس جوفيل بالخوف وقتها. أما ماكس فبيفكر في إن بما إن روزميري هي في صفه يبقى هي أكيد في صف جوفيل وهتكون هي حليفتها رقم 1. بس فجأة مايكل بيرفض وجوده، فبتعرض عليه فيرونيكا إن هو ينتظر في غرفة انتظار، فبتفرح جوفيل لأنها كانت قلقانة من حضور ماكس، أما دلوقتي فهي حاسة بالأمان. بدأ مايكل في إثارة إعجاب فيرونيكا على أمل إن جوفيل تنتبه ليه، لأنه متأكد إن جوفيل مش هتقدر تنساه بسهولة، وإنه لسه مسيطر عليها وعلى أفكارها بغض النظر عن اللي هي بتعمله دلوقتي. تصرفات مايكل مع فيرونيكا خلت جوفيل تفتكر ذكرياتها معاه لما كانت في حالة حب عميق معاه، واتمنت إن فيرونيكا ما تبقاش هي الشريرة في نهاية القصة إذا انتهت القصة بشكل مأساوي. ماكس وهو في غرفة الانتظار بيقرر إن هو ما يفضلش قاعد مكتوف الأيدي من غير ما يعرف مايكل بيعمل إيه، وافتكر كلام فريزيا عن الطريقة السيئة اللي كان بيتعامل بيها مايكل مع جوفيل، فوقف وقرر إن هو لازم يعمل حاجة. أما مايكل فاستمر في تمثيله مع فيرونيكا علشان يخلي جوفيل تغير عليه، وكمان طلب من فيرونيكا إن هي تروح معاه في نزهة، وهي صدقته وأخدت كلامه على محمل الجد. بس نية مايكل كانت إن هو يخلي جوفيل تشوف وتسمع كل اللي هو هيعمله مع فيرونيكا، بس جوفيل ما كانتش مدية أي اهتمام ليه ولا للي هو بيعمله، وكانت بتتكلم مع روزميري ومع باقي البنات. وقتها حس مايكل بالهزيمة. روزميري اقترحت إن جوفيل تنضم لجماعتهم، بس جوفيل اتفاجئت من كلامها ورفضت بأدب، ومايكل كان لسه مش مصدق إن جوفيل مش موجهة اهتمام ليه. وباقي البنات بيرحبوا بفكرة روزميري وبيبينوا سعادتهم بالعضو الجديد. أما جوفيل فكانت حاسة بصعوبة في قرار انضمامها، وقتها اعترضت فيرونيكا بحجة إن الانضمام بيحتاج لإجراءات خاصة. في اللحظة دي وفي وسط المحادثة جوفيل عينيها وقعت على حاجة في الزاوية، والحاجة دي كانت ماكس، واللي اتفاجئت بيه وهو كان بيراقبها من شباك وهو كان قاعد على شجرة، وده خلاها ما تبقاش مركزة أبدا في الكلام اللي بيتقال لأنها كانت خايفة إن أي حد غيرها يشوف ماكس. أما مايكل فلاحظ إن جوفيل كانت مركزة على حاجة من الشباك وبتبص على حاجة منه، ففضوله خلاه إن هو يحاول يعرف هي بتبص على إيه، واتصدم هو كمان لما شاف ماكس هو على الشجرة. ولما بتلتقي عيونه مع ماكس، ماكس بيبصله بحدة، وده أثار غضبه جدا، فوقف بسرعة واستأذن للخروج بحجة إنه محتاج للهوا. فحاولت فيرونيكا إنها تمسك إيده علشان تخرج معاه، بس هو فجأة بيضرب إيديها بعيد عنه، ورد فعله ده بيفاجئها جدا وبيصدمها كمان. جوفيل فضلت قلقانة من إن أي حد يشوف ماكس وهو على الشجرة، بس هي لما رجعت تبص عليه تاني ما لقيتهوش في أي مكان. في اللحظة دي كل البنات فجأة بيتحمسوا، بس هي ما بتكونش فاهمة سبب حماسهم لأنها كانت مشتتة ومش مركزة في المحادثة بينهم، فبتسألهم هما بيتكلموا عن إيه، فبتوضح لها روزميري إن هما متحمسين لحفلة الشاي
اللي جوفيل هتستضيفهم فيها علشان تتسجل معاهم. وطبعا جوفيل بتتصدم جدا من الكلام. وبيظهر مايكل وهو خارج لبره وكان معاه سيف، وبيلاقي ماكس مستنيه بره بالفعل، واللي استفزه وقال له انت اتأخرت ليه؟ وده طبعا زود غضب مايكل. وبتبان جوفيليان وهي في الحمام وكانت سارحة بأفكارها في حفلة الاستضافة اللي هي مخططتش ليها. فجأة بتدخل عليها فرونيكا وكانت مستاءة جدا وسألتها ليه كانت بتبصلها جامد. جوفيل اتفاجئت من سؤالها، بس قالت لها لأنها كانت غضبانة من مايكل لأنه كان بيستغلها في الماضي ولطفه ما كانش حقيقي. فرونيكا لما سمعت منها الكلام ده بتتضايق وبتنكر إن مايكل بيستغلها زي ما عمل معاها. جوفيل عذرتها لأنها كانت عارفة إن كان من الصعب عليها إنها تعترف بكده، واعتذرت لها كمان لأنها كانت هي السبب في إنها تكون مش مرتاحة، وقالت لها إن هي قلقانة عليها لأنها بتفكرها بنفسها زمان. وهي خارجة كمان بلغتها بإنها هتعمل عندها حفلة الشاي، وقالت لها إنك مش مضطرة للحضور لو ما كنتش عاوزة تحضري. وبنروح لمايكل اللي بيكون متضايق جدا ولسه كان هيسحب سيفه، بس ماكس بيضربه بركبته فبيقع مايكل على الأرض وبيتفاجئ من قوة ماكس وبيسأله انت مين وعاوز ايه من جوفيل. ماكس فضل باصصله ورافض ان هو يجاوبه، بس فجأة مايكل بيصوب سيفه على رقبة ماكس، بس ماكس ضايقه أكتر وبلقم قال له إن هو وجوفيل بيحبوا بعض، وطبعا كلامه ده زود غضبه. وفجأة جوفيل بتقاطعه وصرخت عليه إن هو لازم ينزل سيفه، فبيبصلها مايكل وبيناديها باسمها جوفيليان، بس هي بتصحح له كلامه وبتطلب منه إن هو يناديها بالسيدة فلوين. وهو بيرجع سيفه فكر في إنها أكيد بتبعده عنها بسبب وجود ماكس، فقرب منها وسألها عن علاقتها بماكس، فسألته هي ليه وجه سيف لحبيبها، فناداها باسمها تاني، فهي فكرته تاني بإن هو لازم يناديها بلقبها وهو السيدة فلوين. وده خلى مايكل يستاء أكتر وأكتر، ولسه كان هيوجه عليه سيفه تاني، فقالت له جوفيل إن والدها مش هيكون سعيد لما يعرف اللي هو عمله ده. وبتفاجئه لما بتجري بسرعة على ماكس علشان تطمن عليه. مايكل لما بيلاقيها سابته علشان تروح لماكس وهي قلقانة عليه، فبيمسك إيديها وبيطلب منها إنها تسمع له، فبيتضايق ماكس وبيطالبه بإن هو يسيب إيديها، بس جوفيل بتهديه وقالت له إنها هتتكلم مع مايكل لوقت قليل. وقتها مايكل بيبص لماكس بنظرة معناها إن هو المفضل عندها، بس لما بيطلب منها إن هما يروحوا مكان يتكلموا فيه، هي وقتها بتطلب منه إن هو يسيب إيديها، ولما بيسيب إيديها فعلا بيبدأ يصرخ عليها وبيتهمها بإنها بتتجاهل واختارت واحد جاهل من عامة الناس، فبتقرر وقتها إنها لازم تمشي وتسيبه. وفعلا بتمشي مع ماكس وتسيبه وكأنها عاوزة توضح له إنها ما بقتش مهتمية بيه بعد كده. وبيقول لها مايكل إنك قلتي إنك بتحبيني، فردت عليه أنا فعلا كنت بحبك بس دلوقتي لأ. وهي ماشية كمان قالت له إنها مش عاوزة تتكلم معاه تاني أبدا. أما البنات اللي شافوا الموقف بيبدأوا إن هما يبعدوا ببطء ما عدا فيرونيكا اللي حاولت إنها تواسي مايكل، بس مايكل بمنتهى الحدة بيبعدها عنه وطلب منها إنها تبطل تلزق له زي الحشرة. فبتقع فيرونيكا على الأرض وكانت مصدومة وافتكرت اللي قالته لها جوفيل في الحمام عنه هو، وبدأت تبكي لأنها فهمت الإحساس اللي حست بيه جوفيل قبل كده. وهما في العربية جوفيل طلبت من ماكس إن هو يكون حذر في تصرفاته مع الناس وخصوصا مع مايكل لأن المشاجرة معاه هتؤدي لعواقب وخيمة، بس ماكس بدأ يتفاخر بقوته وقال لها إن هو يقدر يواجه 10 مايكل في وقت واحد، فقالت له إنها مش بتستهين بقدراته بس هي قلقانة على سلامته. وهو استمر برضه على عجرفته وقال لها إن مفيش أي حاجة ممكن تأذيه. وقتها جوفيل بتقف قدامه وبمنتهى الحدة بتأكد له إنها فعلا خايفة على سلامته، لأنه بالرغم من إن هو ممكن يكون فعلا قوي بس مش هيقدر يتحمل لحظات الضعف، وخصوصا لو كان عنده أعداء كتير بيستنوا اللحظة المناسبة للقضاء عليه. وقتها جوفيل بتكون افتكرت إزاي حياتها اللي فاتت انتهت بسبب الأعداء اللي هي صنعتهم بأفعالها، وعلشان كده هم تخلوا عنها في اللحظة الحرجة دي. ماكس لما شاف تعبيرات وشها قد إيه هي بتتكلم بجدية قال لها إن هو هيعمل كل اللي هي عاوزاه، وهي بتتفاجئ برده ده وبتكون مش متأكدة إذا كان هو فعلا فهمها بإن حياته في خطر، بس هو بيأكد لها بإن هو فهم كلامها كله وفهم بإنها مش عاوزاه يهاجم النبلاء، فهي بتحس وقتها بالراحة لأن ماكس أخيرا فهمها وشكرته كتير. بس ماكس مع نفسه بيفكر في إن كل اللي بيرضيه إن هو فعلا يعلمهم درس، ومن ناحية تانية إحساسه بإن جوفيل قلقان عليه ده خلاه يعتقد إن اختياره فعلا كان صح. وبنروح لقصر فلوين وبنشوف صدمة ماكس لما بيلاقي إن دعوته على العشاء ما كانتش ليه لوحده، لأنه بيلاقي ماكس كمان موجود في البيت واللي أمره بإن هو يقعد، بس ماكس فضل متجمد في مكانه،
فقرر له ليجس الأمر بمنتهى الحدة. وجوفيل كمان كانت مصدومة لأنها ما كانتش متوقعة إن والدها كان موجود في البيت، وده اللي كان السبب في حصول الموقف الغير متوقع ده ما بينهم. ماكس قعد جنب جوفيل وبدأ الخدم في تقديم الطعام، وبدأت جوفيل توجه ماكس لطريقة استعمال أدوات المائدة. سأل الخادم ماكس عن مدى طهي الأكل اللي هو بيفضله، بس بسرعة بتطلب له جوفيل اللحم يكون متوسط الطهي، فبيبان الانزعاج على ماكس لأنه بيفضل الأكل يكون مطهي بالكامل. ولما بيوصل للأكل بتصر جوفيل إنها هي اللي هتقطع له اللحم، فبيحس ماكس بالإحراج. بس فجأة بيلاقوا ليجس بيوجه سكين لماكس وبيصر إن هو اللي هيقطع لهم اللحم. وقتها كان بيفكر في جوفيل واللي كانت بتتعامل برقة مع ماكس وبتمسح له الصلصة بمنديل، وإنها ممكن تنخدع للمرة التانية، والمفروض إنها ما تثقش في الرجالة بمنتهى السهولة كده. وبيبان إن هو فعلا بيتظاهر بس بقبول علاقته، إنما في الحقيقة هو مش متقبلها أبدا. بعد كده ليجس بيقترح عليهم إن هما يشربوا الشاي سوا، فبتعتقد جوفيل إن والدها بقى متقبل ماكس ومهتم بيه هو كمان، بس ماكس ما كانش ده رأيه. وجوفيل وافقت فورا وأمرت الخدم بإحضار الشاي، بس بيقاطعهم الخادم وبيبلغ ليجس بإن الإمبراطور بيطلب حضوره في القصر فورا. فبتقول له جوفيل إن هو يقدر يمشي وهما هيشربوا الشاي مع بعض في وقت تاني. ليجس وهو ماشي كان متردد وما كانش بيفكر غير في قلقه على بنته، وكان خايف عليها جدا من وجودها مع ماكس. ولما كان ليجس بيستعد إن هو يسيبهم لوحدهم ويمشي، بس بيقرر إن هو يغير رأيه وما يمشيش، لأنه كان شايف إن وجوده مع بنته هو أهم حاجة بالنسبة له، وبينضم ليهم لشرب الشاي. وقتها جوفيل حست بالقلق على ليجس من غضب الإمبراطور، وليجس طلب من جوفيل إن هو محتاج إن هو يتكلم مع ماكس لوحدهم. وبالفعل سابتهم جوفيل ومشيت. وبمجرد ما مشيت ليجس واجه ماكس وسأله عن نوايات تجاه جوفيل، فوقف ماكس وأخد وضع دفاعي وسأله تقصد إيه. وقتها حس من جواه بمشاعر عميقة جديدة عليه، وقال له ليجس بلاش إن أنت تتظاهر بإن أنت بتحبها. وطلب منه ماكس إن هو يبارك حبه الحقيقي لجوفيل. وحس ليجس بالصدمة، وبدأ ماكس يحاول يقنع ليجس بحبه ليها، وافتكر لحظاته المميزة معاها، وقال له إن هو في البداية فعلا قرب منها لدوافع خفية، بس هو لقى الراحة والسهولة في وجودها، وإن هو مش ناوي يتصرف بعداوة بعد كده. بالعكس، هو مستعد إن هو يعمل حاجات بيكرهها لمجرد إن هو يخليها هي تكون سعيدة، وإن هو حاليا ما بقاش حاسس بالسوء اتجاه أي شخص، وإن هو خايف إنها تبعد عنه لما تعرف هو مين. وكل التجارب دي أكدت له إن هو فعلا وقع في حبها. كل ده وليجس كان بيبصله باستغراب ومش مصدق اعترافاته، وقال له ماكس إن هو مش هيغير رأيه أبدا حتى لو ليجس مصمم على الرفض. وقال له كمان إن هو بيأذي مشاعره بالطريقة دي لأن هو بيعامله زي الشيطان وهو مش شيطان. وليجس كان بيفكر في إن هو الشخص اللي أخد منه بنته. وقتها قال له ماكس بحزم إن هو ما عندوش أي خطط للانفصال عنها، وسابه ومشى. وليجس فضل مذهول. في اللحظة دي جوفيل كانت منتظرة في غرفتها، وكانت متوقعة إن أكيد هما الاتنين بيجروا محادثة لطيفة مع بعض، وقالت لنفسها إن بالرغم من إنها مخططتش لعشاهم مع بعض بس الأمر كان إيجابي. تخيلت الطريقة اللي بص بيها الاتنين لبعض وإن هو كان شيء ساحر. بس فجأة بتتصدم وتخيلاتها كلها بتنهار لما ماكس قاطع أحلامها اليقظة وخبط على شباكها. وبالرغم من صدمتها بوجوده عند شباكها، بس حست إن سلوكه اتحسن لأنه هو خبط الأول وما دخلش بدون إذن. وهي بتفتح له لاحظت إن وجهه أحمر جدا وكأن فيه شيء حصل، فمسكت وجهه وهو قلبه بدأ ينبض بشكل أسرع وبصوت أعلى، ومسك إيديها وهو مبتسم علشان يطمنها، وقال لها إن هو أخيرا حصل عليها، وإن جه اليوم اللي حس فيه إن الضلمة اللي جواه اتغطت فجأة بنور جميل. بس جوفيل ما فهمتش كلامه. وبعدها قعدوا هما الاتنين مع بعض، وفضل ماكسي يبص لها جامد، وده خلاها ما تحسش بالراحة. بعدها سألته عن اللي هو اتكلم فيه مع والدها، فجاوبها ماكس بإن ليجس اتبنى علاقته. والأخبار دي خلت جوفيل تفرح وتتحمس جدا، وبدأ ماكس يتصرف معاها بحنان، واقترح عليها إن هما يقضوا وقت أطول مع بعض علشان يتعرفوا على بعض أكتر، وإنهم يشاركوا اهتماماتهم مع بعض. بس فجأة جوفيل بتتراجع لأنها حست بالقلق من إن ليجس اكتشف الحقيقة، لأنه كان مصر على زواجها من الأمير. وتفاجئ ماكس بكلامها عن ولي العهد، وسألها ليه بتكرهه جدا كده، فقالت له بسبب الأحداث والإشاعات اللي بتتقال عنه، وقالت له إن هو قتل أقرب خادم ليه بوحشية جدا وبدون سابق إنذار. وقتها ماكس ما قدرش يكشف لها عن السبب، واللي كان إن الخادم كان حاول إن هو يحط له السم علشان يقتله، وطلب منها إنها ما تحكمش عليه بناء على الإشاعات اللي بتتقال، بس هي أكدت له بحقيقة خوفها منه وإن هو ممكن يقتلها.
فسألها هل هي ممكن تتجوز ولي العهد لو هو وعدها بإن هو مش هيقتلها؟ فحست جوفيل بإن ماكس مهووس بيه، وقالت له بإنها ممكن تفكر وتوافق لو وعدها بإن هو ما يقتلهاش. فبيفرح ماكس بإجابتها، واعتقد بإن هو لو وعدها بإن هو مش هيقتلها يبقى هما كده ممكن يتجوزوا. ومن ناحية تانية جوفيل كانت بتترعش لمجرد إنها تخيلت صورة ولي العهد في راسها. بعدها ماكس بيبدأ إن هو يتحرك وطلب إذنها بإن هو يمشي، وكان كله رغبة في إن هو يحسن من سمعته. ليلتها وجوفيل نايمة ما كانتش مرتاحة أبدا في نومها، وشافت حلم بإنها كانت طفلة صغيرة وكانت بتلعب الغميضة مع والدتها، وطلبت منها والدتها بإنها تستخبى في دولاب الملابس وما تخرجش أبدا إلا لو هي اللي سمحت لها بالخروج. فحست الطفلة بالفضول وسألتها إذا كان والدهم هينضم ليهم، بس فجأة بان الخوف على والدتها، واللي حذرتها من شخص يشبه الوحش وإنها بلاش تقوله على مكانها. فحست الطفلة بالخوف وسألتها عن اللي هيحصل لو إن الوحش عرف مكانها، بس قبل ما تقدر والدتها من إنها تجاوبها ظهرت إيد ضخمة من العدم ومسكتها من رقبتها، ولقت بإن هو كان ولي العهد واللي كان بيحاول يقتلها، وحست بالاختناق فعلا وكأنها خلاص هتموت. وقتها بتفوق من كابوسها وكانت حاسة بالذهول، وفضلت تفكر في حلمها مع والدتها بالرغم من إنها ما كانتش قادرة تفتكر حتى شكل والدتها. وبنروح لقصر الإمبراطور واللي كان غضبان جدا لأنه عرف إن ماكس بيتجنب مقابلته. وأخيرا بيظهر ليجاس عنده وبيلقي عليه التحية، لكن الإمبراطور بيلومه على تأخيره وبيسأله عن الوقت اللي كان المفروض يستناه فيه. فبيعتذر له ليجاس وبيقوله إن هو كان بيواجه بعض المشاكل، بس الإمبراطور مهتمش كتير بحجته وأمره بإن هو يتوجه فورا للجنوب. فاتصدم ليجاس من المفاجأة دي، وكمل الإمبراطور كلامه بإن هو جاتله معلومات بإن مارجريت لينكس بيخطط لتمرد وبيجمع جيش من ورا ظهر الإمبراطور. وبنعرف إن لينكس هو رئيس الجنوب وهو عبقري جدا بخصوص خطط الحرب والدفاع، وعنده جيش قوي ودايما بيكون على أهبة الاستعداد للدفاع عن البلد ضد أي غزو. وقتها ليجاس حس بإن الإمبراطور غبي جدا لمجرد إن هو يفكر بالطريقة دي بخصوص لينكس، وإن هو أكيد أساء تفسيره. وبدأ يقنع الإمبراطور ويشرح له بإن لينكس بيحمي الإمبراطورية دايما من الأعداء من غير ما يفشل. بس الإمبراطور مش بيعجبه كلام ليجاس، فبيسأله الإمبراطور إذا كان هو تخلى عن ولائه ليه، وبيكون متأكد إن هو ما عندوش أي اختيار غير إن هو يكون بجانبه. فبيحس ليجاس بالضيق والعكس، وبيكون عنده رغبة شديدة في قتل الإمبراطور، بس بيكون عارف إن هو ما يقدرش يعمل كده. وبدأ يفكر في جوفيل وفي حبه الكبير ليها، وحس بإن هو محاصر وسط جروح ومعاناة كبيرة واللي كلفته كتير، واللي بسببها كان ممكن بنته الصغيرة تكرهه للأبد، بالرغم من إن هو ما توقفش أبدا عن حبها حتى ولو للحظة واحدة. ويتمنى إن هو يقدر ينتزع الشيء اللي ربطه من رقبته علشان يقدر يستمتع بحرية لحبه لجوفيل. وفجأة بيظهر شخص بيقاطع ليجاس والإمبراطور على غفلة، وبيكون ماكس، وبدأ يتجه نحو الإمبراطور وهو بيقوله أبي أنا كنت مفتقدك. والإمبراطور كان باين عليه الصدمة، وسأله ماكس عن الموضوع اللي كانوا بيتناقشوا فيه، وكان بيبصله بنظرات حادة، وبدأ يضغط على الإمبراطور وهو بيطالب بمعرفة اللي كانوا بيتكلموا عنه. فحس الإمبراطور بالفزع لأن هو عارف إن ماكس قوته بقت كبيرة وحقيقية وإنه بيسبب تهديد ليه. وعقل الإمبراطور بدأ يتسابق في أفكاره من ناحية ماكس. وقتها ليجاس قرر إن هو يتدخل ويشغله بطريقة احترافية، وقال له إن هو تلقى بعض الأوامر السرية. فصرخ عليه ماكس بصوت عالي بإن هو يترك الأمر وإلا هيكون بيعصي الأوامر. وقتها الإمبراطور حس بالارتياح وفكر بلقم بإن هو يسيب ليجاس بجنبه لمواجهة ماكس، وقرر إن هو يرسل حد تاني للجنوب بدل من ليجاس. وبنروح للإمبراطورة واللي كانت غضبانة جدا من رجوع ماكس للقصر، لأن كل المكافآت اللي حطتها للقضاء على ماكس كانت بدون فايدة. وبهدوء بتتجه الأميرة لوالدتها وحاولت إنها تهديها، وقالت لها إن طالما أخويا رجع فلازم إننا نرحب بيه ونفتح له دراعتنا. وبيظهر ليجاس وهو بره القصر، وكان بيفكر في الأحداث اللي حصلت مع الإمبراطور واللي بسببها الإمبراطور غير رأيه في موضوع سفره، وقرر إن هو يسيبه معاه علشان يحرسه. وكان حاسس بالراحة لأنه خلاص مش هيروح للجنوب، والفضل في ده يرجع لماكس. ولما كان ليجاس ماشي في طريقه وقفه ماكس وطلب منه إن هو يتكلم معاه، وفعلا قعدوا هما الاتنين في قاعة من القاعات وقدم لهم الخدم المشروبات. وبعد ما خلع ماكس الخوذة سأل ليجاس بشكل مباشر عن الموضوع اللي كان بيتكلم فيه مع والده، فقال له ليجاس إنها كانت عملية سرية جدا. فبدأ ماكس يفكر في طريقة تانية للضغط على ليجاس علشان يعرف منه المعلومات. فقال له ليجاس إن الإمبراطور كان عنده الرغبة في إن هو يحصل على معلومات عن محاولة قتله الأخيرة، لأن العقل المدبر لسه موجود حر وطليق
بس ماكس اتعامل وكأنه هو مش مهتم، فقرر ليجاس إن هو يستفزه أكتر، وهمسله في ودنه وقال له شكرا لأنك أنقذتني من إني أروح للجنوب، وحذره بشدة بإن هو لازم يبعد عن بنته. بعد كده بيبان ماكس وهو حاسس بالإحباط، وبيأمر الحرس بالخروج من أوضته، وعبر عن غضبه عن طريق رمي فنجان شاي، بس بسرعة بيلتقطوا فارس من فرسانه. وكان ماكس مشغول بأفكاره بإن الخطوة التالية ليه هتكون إن هو هيرسل لجوفيل رسايل، وتوقع إن ليجاس هيحرق أي رسايل هو هيبعتها لها، وعلشان كده قرر إن هو لازم يلاقي حل تاني. وقتها سأله الفارس عن سبب استدعائه ليه، وخلع الفارس خزده، وبنعرف إن هو فيكتور مساعد ماكس الشخصي. وبدأ ماكس إن هو يحذر فيكتور من إن أي حد يعرف شخصيته الحقيقية، وكان المقصود هنا إن هو بيحذره إن هو مش عاوز أي حد يعرف إن هو اللي كان ورا محاولة قتل الإمبراطور. فانزعج فيكتور ورمى الخوذة على الأرض، وفضل ماكس يوبخه، وكان فيكتور مرعوب وفضل يدور على عذر، وقاله بإن اللوم كله بيقع على حراس الإمبراطور. وجات لماكس فكرة، وسأل فيكتور عن مهاراته في كتابة رسائل مخادعة، وبنظرة حادة أمروا ماكس بمساعدته في إرسال الرسالة. فجاب له فيكتور طائر وربط الرسالة في رجله وحرره، وفضل ماكس يتساءل يا ترى جوفيل هتقرأ الرسالة ولا لأ. وبنروح لجوفيل واللي كانت قاعدة في غرفتها وبتكتب على قطعة ورق، وفجأة لقت الطائر وهو بيخبط بشراسة على زجاج شباكها، وهي حست بالخوف بسبب شراسته دي. في اللحظة دي بتدخل عليها خادمتها وكان معاها صينية حلويات، واتصدمت لما لقت جوفيل بالحالة دي، فأمرت الخادمة بإطلاق النار عليه. وفعلا استخدمت الخادمة المسدس وضربت عليه النار، بس الحمامة هربت بعيد. ولما كانت بتطير بعيد لاحظت الخدامة بأن الطائر كان معاه رسالة، فقالت لجوفيل عليها. فاحتارت جوفيل جدا لأنها عارفة إن الطيور بتستخدم في إرسال الرسائل السرية، وإن النبلاء بس هما اللي بيستخدموا الطريقة دي فيما بينهم. وبدأ عقلها يفترض بإن في شيء شنيع ورا الرسالة دي. ورجع الحمام الزاجل لماكس من غير ما يسلم الرسالة، وحس ماكس بإن هو بيغلي من الغضب. وفجأة دخلت عليه السيدة فريزيا وشافت ماكس وهو غضبان، وفهمت بإن محاولته لإرسال الرسالة فشلت، وهي اتسألت عن محتوى الرسالة. واكتشفت فريزيا من ماكس إن هو كان كاتب إن أنا مش هقتلك. وطبعا فريزيا ما كانتش مصدقة نفسها، وماكس حس وقتها وكأنه تعرض للطعن. وبعدها قالت له فريزيا إن هو لو عاوز يقابل جوفيل على إن هو الأمير فهيحتاج لعذر كبير، فبيقتنع برأيها، وبعدين بيطلق سراح الطائر. بعد كده فريزيا بتغير الموضوع وبتقول لماكس إن الإشاعات انتشرت عن زيادة إمدادات الجيش الخاصة بورثة الإمبراطور بونز، فبيفهم ماكس إن ريجان بيستعد لغزو الإمبراطورية، فبيقرر زيادة في الإمدادات الغذائية تجنبا لحدوث مجاعة. وبيؤمر فريزيا إن هو عاوز يقابل لينكس، فبتقول له فريزيا إن لينكس هو في جانب الإمبراطور، فبيرد عليها بإن هو عارف، بس بيكون شايف إن هو لما يتجه من المسار الصحيح هو كده هيحصل على الإمبراطورية كلها وليس أجزاء منها، وبيقول إن هو عنده أشياء هتعزز قوته. بعد كده بنيجي اليوم استضافة جوفيليان للأعضاء في بيتها، وكانت حاسة بالقلق من موقفها اللي حصل مع فيرونيكا في آخر مرة اتقابلوا فيها في الحمام، وبعدها حست بالراحة لأنها كانت جهزت كل شيء بالفعل لاستقبالهم. وبتدخل عليها خادمتها وبتبلغها إن الضيوف وصلوا، وبتوصل روزميري وبتتبعها فرونيكا، واللي بتتفاجئ جوفيل بوصولها لأنها توقعت إنها مش هتحضر. والمفروض إن على حسب أعداد الإمبراطورية إن صاحب البيت بيخرج للضيوف وبيرحب بيهم، بس جوفيل بتبتسم مع نفسها ابتسامة حزينة لأنها عارفة إن والدها مش بيهتم أصلا بالأحداث الصغيرة دي. ولما كانت جوفيل سارحة في أفكارها سمعت واحدة من الضيوف بتهمس لروزميري بخصوص نفس الأمر، ولما بتستضيف جوفيل بتتصدم جدا لما بتلاقي والدها قدامها وبيمدلها إيده، واللي وصل فعلا علشان يرحب بضيوفها. وبتفكر جوفيل في إنها ما قالتش لوالدها على الحفلة أصلا لأنها كانت عارفة إن هو مش هيكلف نفسه عناء الحضور. الضيوف كلهم انحنوا لليجس، بس هو بيطلب منهم إن هم يكونوا على طبيعتهم. وليجس ما كانش عارف يعبر لجوفيل عن مدى فخره بيها لأنها هي اللي جهزت الحفلة لوحدها، واكتفى بس بإن هو يلمس راسها. وقتها حست جوفيل بإنها فرحانة جدا. ولما كانت جوفيل بتتسامر مع أصدقائها بيظهر ليجس وهو بيبص عليها من بعيد، وكان سعيد جدا لأن هو كان شايفها وهي سعيدة ومبتسمة، فقال لنفسه بأنها هي السبب الوحيد اللي مخليه متمسك بحياته لغاية دلوقتي. وفي اللحظة دي بيرجع ليجس بذاكرته ل 13 سنة فاتت، لما رجع هو البيت وكان فيه علامات للدم عليه، واترمى على السرير وهو حزين، وكانت ايده ملطخة بالدم، وكان حاسس بعجز تام وهو بيسأل نفسه
عن المدة اللي هيفضل فيها زي الآلي الخاص بالإمبراطور، وكان محبط جدا لغاية ما اتفتح باب غرفته عليه، وبتظهر جوفيل الصغيرة وهي بتضحك ومليانة بالحيوية، واللي جات لوالدها علشان تستقبله بابتسامة مشرقة، وطبعا ما كانتش تعرف حالته النفسية المؤسفة. وقربت جوفيل من سرير والدها، بس هو ما قدرش يواجهها وهو في الحالة دي، فاتظاهر بأن هو نايم. فطلعت جوفيل على سريره ونامت بين دراعه، بس قبل ما تنام بدأت تطبطب على والدها بإيديها الصغيرة. وتصرفها ده خلى ليجاس يحس بالحزن أكتر، وما كانش قدامه غير إن هو يدعي ربه وهو بيبكي على إن هو يساعده إنه يقدر يبتسم مرة تانية. وبعدها أخد بنته في حضنه بكل حنان، واللي اتأكد وقتها بإن هو بيحبها وهيفضل يحبها للأبد. وفي وسط تفكير ليجاس في ذكرياته، جوفيل بتلاحظ إن هو بيبص عليها من بعيد، وبمجرد ما عيونها بتيجي في عيونه بيمشي هو بسرعة، وبتستغربه هي جدا. فجأة فيرونيكا بترمي عليهم خبر زي القنبلة لما بتقول إن ولي العهد رجع للعاصمة، فبيتصدم كل الضيوف وعينهم بتوسع من الصدمة. بعد كده بيظهر ماكس في الحفلة بمظهر أنيق جدا، وده بيخلي كل السيدات في الحفلة يعجبوا بيه وبمظهره، ومن ضمنهم جوفيل، واللي طلبت منه إن هو يقعد في كرسي بجانبها، وكانوا ملفتين جدا للانتباه. وفرونيكا ما كانتش مرتاحة أبدا إن جوفيل عندها شريك، وبدأت تاني تتكلم عن ولي العهد، وده خلى جوفيل تحس بالرعب، وكل الضيوف كمان كانوا حاسين بالرعب بسبب الإشاعات اللي بيسمعوها عن ولي العهد. أما ماكس فكان بيسمعهم هو بيتألم جدا بسبب الكلام السيء اللي بيتقال عليه قدامه مباشرة، وما كانش قادر غير إن هو يتألم من غير ما يلاحظوا أي حد. وكان بيبص لجوفيل وهو بيتأمل إنها ما تشاركش معاهم في كلامهم المؤلم ده. واستمروا البنات في نشر الإشاعات السيئة عن ولي العهد، وقالوا إن هو مش بس عنده وجه بشع، لأ وكمان شخصيته وحشة جدا، وهو ده كان السبب في إن الإمبراطورة السابقة طردته من القصر. فبيتضايق ماكس أكتر وأكتر من الكلام. بس فجأة جوفيل بتطلب منهم طلب هو نفسه ما كانش متوقعه منها أبدا، وهو إنهم ما يحكموش على ولي العهد طالما إنهم ما قابلوهوش شخصيا، وقالت لهم إن هو ممكن يكون أفضل بكتير من ما هم متوقعين. وطبعا ماكس اتفاجئ من كلامها، وبعض السيدات وافقوها على رأيها. بس في الحقيقة جوفيل بتكون بتتظاهر بعدم القلق من ولي العهد، وهي من جواها خايفة، وقالت كده لأن كان هدفها إنها تمنع أي حد من إن هو يواجه عقاب بسبب إهانة فرد من العيلة الإمبراطورية. أما ماكس فأعجب جدا برفض جوفيل الحكم عليه بناء على الإشاعات، واتفقت روزميري مع رأي ماكس بإن جوفيل رأيها صحيح، وحست بقد إيه هي شخص حنون. بس بتقولهم فيرونيكا إن في رأيها إن الحكم على شخص شيطان زيه لازم يكون عادل وموضوعي. وبعد كده بتفكرهم كلهم بأن هدفهم من حفلة الشاي كان الاختبار لانضمام جوفيل لمجموعتهم. وبعد ما بتخلص الحفلة بتحس جوفيل بالإرهاق، وبتبدأ تفكر في الاختبار وفي فكرة انضمامها ليهم، بس بتحس إنها مش مرتاحة لأنها بتعتقد إنها هتكون مصدر إزعاج لبعضهم، وطبعا هنا كانت بتقصد فيرونيكا. وفي نفس الوقت ده بيفتكر ماكس السيدة فريزي لما قالت له إن في قيل وقال كتير عن جوفيل، وإن هو ده السبب اللي خلاها تتجنب كل الناس. فبيحس إن هو منجذب ليها أكتر لأن هو كمان اتعرض لأحداث مماثلة. وبيفتكر من 13 سنة لما اتهموه الناس بإن هو قتل الحيوانات وشبهوه بالشيطان، وإن هو بيقوم بأفعال وحشية. وأنكر ماكس قدام والدته تورطه، وتوسل لها إنها ما تكرهوش أبدا. فحضنته والدته جامد وقالت له عن السبب الحقيقي اللي هيخليها تبعده عنها، وهو إنها كانت خايفة عليه من إيزابيل، وعلشان كده هي كان لازم تخفيه في مكان بعيد عنها. وقالت له بإنها بتحبه ودايما بتثق فيه. وبنرجع تاني للوقت الحاضر، وبيكون ماكس سعيد جدا بإن هو افتكر الذكرى دي مع والدته. فبيبص لجوفيل وهو مبتسم، وبيطبطب على راسها بلطف، وبيأكد لها بإنها هتبلي بلاء جيد في الاختبار. فبتحس جوفيل إنها اطمنت. فجأة بيقول لها ماكس إن هو عنده عمل لازم يهتم بيه، وإن هو مش هيقدر يقابلها لبعض الوقت. فسألته جوفيل إذا كان عمل مرتزقة، فطمنها ماكس وطلب منها إنها ما تقلقش. بعدها لاحظت جوفيل بإن ملابسه اتسخت بمكياجها، فنضفته بمنديلها. فأخده هو منها وقربها منه، وطلب منها إنها ما توعدش أي راجل غيره لأنهم حاليا مرتبطين، حتى لو كانت العلاقة ما بينهم علاقة تعاقدية. وبعدها بيودعها ماكس وبيمشي. واختفى ماكس لمدة شهرين، وجوفيل ما كانتش تعرف عنه أي حاجة. وفي خلال الفترة دي هي حضرت 4 حفلات مع مجموعة الاختبار، بس بالرغم من كده كانت حاسة بالفراغ والوحدة لأن والدها كمان كان مشغول في الفترة دي، وماكس ما تواصلش معاها أبدا.
في اللحظة دي بتسمع جوفيل السيدات وهم في المعبد بيتكلموا عن إعلان ريجان للحرب، ومن صدمتها هي وفرونيكا وقفوا وفضلوا يستمعوا للمحادثة. بس فرونيكا طمنتها وقالت لها إن مفيش داعي للقلق، لأنها سمعت إنهم حققوا نصر عظيم بفضل ولي العهد، وقالت لها بأنها سمعت الأخبار دي من أخو روزميري، وإن الجيش قدر يدافع بنجاح عن الإمبراطورية، وكل ده بفضل التحضيرات اللي بدأوها من شهرين. وقالت لها كمان إن ولي العهد انطلق بشجاعة ضد معسكر العدو، وإن هيتم الاحتفال بالنصر في القصر الإمبراطوري بعد شهر من دلوقتي، وإن كل النبلاء وأبنائهم لازم يحضروا الحفل بدون أي استثناءات. فبتتخض جوفيل من الأخبار اللي سمعتها دي جدا. وفي نفس الوقت ده بيظهر ماكس وهو متنكر في زي شخص تاني، وكان بيقابل شخص واللي اعتذر له على إن هو صمم يقابله في الظروف دي. فبيطمنه ماكس وبيبلغوا الراجل ده بإن هو يتمنى إن هو يصبح هو الإمبراطور، لأن هو ساحر وممنوع من دخول وطنه بأمر من الإمبراطور الحالي، وإن هو بيتمنى إن هو يتقابل مع ليجس. وبنرجع تاني لجوفيل وفرونيكا، وجوفيل كانت على وشك الانهيار بسبب الأخبار اللي سمعتها، فحست فرونيكا بيها وطلبت منها إنها ترتاح، وبلغتها بإنها هتنادي على حراسها لمساعدتها. ولما كانت جوفيل مستنياها فجأة ظهر لها الكاهن وقرب منها وطلب منها إنها تظهر إيديها، ومسك إيديها الكاهن بقوة وبدأ يقول لها على نبوءة عن شخص مسافر عبر الزمن هياخد قرار هيسبب نهاية مأساوية وحزن وتضحية من شخص بيحبه. فبتسحب جوفيل إيديها بسرعة وهي مفزوعة وغضبانة وبعدت عن الكاهن فورا، بس هو وقفها وطلب منها إنها تدفع له عملة ذهبية مقابل النبوءة. ولما خرجت جوفيل من المعبد وكانت في الشارع بالقرب من نافورة بتسمع الناس بيتهمسوا عن سيدة وحيدة بتبكي، والسيدة دي بتكون هي الأميرة باتريس، واللي كانت بتحاول تلاقي مكان تبكي فيه لوحدها، لأن والدتها إليزابيث غضبت منها جدا بعد ما بلغتها بأن هيتم الاحتفال بالنصر في حضورها هي، وللسبب ده غضبت منها والدتها بحجة إن اللي حقق النصر مش ابنها. ولما كانت جوفيل في طريقها اتصدمت بالغلط في باتريس وتلاقت عيونهم، وجوفيل اعتذرت لها فورا وما كانتش تعرف إنها الأميرة. وفكرت جوفيل في إنها تسيبها لوحدها، بس اترددت وفعلا رجعت لها تاني وقدمت لها منديل، بس بدل ما تشكرها الأميرة غضبت منها واتهمتها بالتطفل، وبالرغم من كده استخدمت المنديل لمسح أنفها. وفجأة شاركت جوفيل في وجعها بخصوص توقعات الناس الكبيرة فيها، وإنها أوقات كتير بتفكر في الاستسلام. بس جوفيل بترد عليها بسؤال غريب وسألتها إذا كان معاها عملة معدنية، وفعلا أخدت منها العملة ورمتها في النافورة وبدأت تتمنى أمنيتها. وبالرغم من إن باتريس كانت متأكدة من إن رميها للعملة مش هيغير حاجة، بس بترمي هي كمان عملة في النافورة. وفجأة بتحس جوفيل بالسعادة لأن العملة وقعت في الوسط، وبتقول لباتريس إن ده معناه إن أكيد أمنيتها هتتحقق. بس باتريس بتفضل شاكة بإن ده هيحل مشاكلها، بس بتأكد لها جوفيل بإن أمنيتها فعلا هتتحقق. فبتحس وقتها باتريس إن معنوياتها اترفعت لحد ما. بعد كده جوفيل بتسمع صوت فرسانها اللي أحضرتهم فرونيكا واللي كانت بتدور عليها معاهم، وعلشان كده جوفيل ودعت باتريس واتمنت لها إن أمورها كلها تتحقق. فافتكرت باتريس تعليم والدتها بإنها لازم تكون قوية وما يتملكهاش الضعف أبدا، فبتقرر إنها لازم تكون قوية فعلا. وبنروح لقصر ليجس واللي بيظهر وهو منتظر وصول جوفيليان بفارغ الصبر. وأخيرا هي بتوصل للبيت وبتتفاجئ لما بتلاقي إن ليجس موجود واللي سألها عن سبب تأخيرها. فبتشرح له جوفيل إنها اتأخرت بسبب إنها وقعت في محادثة طويلة في المعبد، وإن ده هو السبب اللي خلاها ترجع للبيت متأخر. فبيتفهم هو الأمر، وهي بتتفاجئ لما لقيته مش غضبان منها. وحس ليجس بحزن جوفيل وبدأ يتساءل إذا كانت هي حاسة بالإحباط بسبب غياب ماكس من وقت ما خرج للحرب. وقال ليجس إن هو ممكن يكون ما عندوش أي اختيار تاني غير إن هو يقبل علاقة ماكس مع بنته، لأن ماكس هو الوحيد اللي هيقدر إن هو يحميها في حالة إن لو هو مش موجود. وبيجتمعوا هما الاتنين في غرفة الطعام، وجوفيل بتكون ملهاش نفس أبدا للأكل، ولما بتشوف الكرز بتفتكر ماكس وبتبدأ تلوم نفسها لأنها ما طلبتش منه إن هو يراسلها وهو بعيد. وبيبدأ ليجس يتكلم معاها عن ولي العهد وأكد لها حقيقة إن هو اللي حقق نصر كبير وإن هو هيرجع قريب، وهو أصلا فتح الموضوع ده اعتقادا منه بإنها بتتمنى النصر. بس طبعا جوفيل اتضايقت جدا وبدأت تقطع الأكل بعنف، بس قررت إنها تجاريه وقالت له إنها متحمسة جدا للحفلة. فسألها ليجس إذا كان عندها فستان مناسب للحفلة وسلمها شيك فاضي، وقال لها ما تقلقش بخصوص التكلفة وإنها تقدر تشتري أي حاجة هي عاوزاها. فاتصدمت جدا
واتسألت إذا كان هو لسه عاوزها تظهر بمظهر رائع قدام ولي العهد، ومع نظرة ليجاس ليها وهو مبتسم ما قدرتش أبدا إنها تراجعه، وما كانش قدامها غير إنها تشكره. وفي وقت متأخر ليلتها بيظهر ماكس في الحقل وهو على حصان، وطلب منه الفارس اللي بيتبعه إن هو يقلل من سرعته قبل ما يقتل الحصان، لكن ماكس بيصمم إن هو يستمر على نفس السرعة لأنه بيكون مش قادر إن هو ينتظر أكتر من كده على إن هو يقابل جوفيل. ولما بيوصل ماكس عند شباكها بيلاقيها لسه صح، فبيحس بإن هو ارتاح بمجرد ما شافها من بعيد، وسأل نفسه هل جوفيل هترحب بيه لما تشوفه؟ وهنا بيبان فرسان ماكس وهما بيكونوا مقتولين من كتر التعب، وكانوا مستغربين إن إزاي ماكس بعد التعب ده كله واللي استمر لمدة شهرين لسه عنده طاقة إن هو يروح علشان يقابل حد. وبنرجع تاني عند ماكس واللي كان لسه هيخبط على شباك جوفيل، بس بيلاقي خادمتها موجودة معاها، فبيقرر إن هو يستناها لغاية أما تخرج. وبتظهر جوفيل وهي بتكون مش قادرة تنام، وبتطلب من خادمتها إنها تديها أقراص تساعدها على النوم، بس نصحتها الخدامة بإن كتر استخدام الأقراص دي هيسبب لها آثار جانبية سيئة. فحاولت جوفيل إنها تنام، بس الأفكار بدأت تتسابق في خيالها، وفكرت بإنها بتخيط الفستان للحفلة وبإنها هتقابل أصدقائها هناك. وفجأة بتسمع صوت بينادي اسمها، ولما فتحت عيونها شافت وجه ماكس، فسألت نفسها إذا كانت هي بتحلم، وبسرعة قرصت على خدود ماكس علشان تتأكد إذا كانت هي في حلم ولا علم. وفجأة انفجرت في البكا وهي بتقوله إنها كانت قلقانة عليه جدا، وإنها كمان غضبانة منه لأنه ما اتصلش بيها أبدا. وفي عز ما كانت هي بتبكي اعترفت له بإنها اعتقدت إن في شيء سيء حصل له، أو إن هو يكون زهق منها وقرر إن هو يبعد عنها. بس في اللحظة دي قربها ماكس منه وطمنها، وأكد لها بإن هو هيبقى يرسلها لو اضطر إن هو يغيب عنها مرة تانية. وبدأت جوفيل إنها تنام تدريجيا بين دراع ماكس وهي مطمنة، أما ماكس ففضل يراقب نومها الهادي. بعد كده ماكس حاول إن هو ينيمها على السرير بشكل طبيعي على أمل إن هو هيرجع لها تاني يوم، بس بيتفاجئ إن جوفيل حوطت عليه وسحبته ليها وكأنها كانت مصرة على إن هو ما يبعدش عنها، فبيحرك شعرها بلطف وبيقرر إن هو ينام جنبها. كده الموسم الأول من القصة بيكون انتهى، ويا رب تكون القصة عجبتكم وكل قصصي تعجبكم، وتكونوا اشتركتوا وعملتولي لايك، وإن شاء الله نتقابل في قصة تانية. سلام.